السلام عليكم وأهلا بكم. نافذة على مصر وحلقة جديدة وفيها مدير مكتب السيسي في إيطاليا سرا لطي صفحة ريجيني. كشفت مصادر مصرية مطلعة عن قيام اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي بزيارة سرية إلى إيطاليا على متن طائرة خاصة أقلعت من مطار القاهرة. وأشارت المصادر في تصريحات خاصة للعرب الجديد إلى أن كامل حمل رسالة من السيسي لمسؤولين إيطاليين لم تسمهم بشأن قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر على جثته وعليها أثار تعذيب بمنطقة 6 أكتوبر في مطلع فبراير من العام الماضي بعد اختفائه في 25 من يناير من العام نفسه. أوضحت أن النظام المصري يسعى لإغلاق ملف قضية ريجيني في أسرع وقت ممكن وفتح صفحة جديدة من العلاقات مع الحكومة الجديدة في إيطاليا التي ستسعى بحسب المصادر لكسب شعبية في الشارع الإيطالي على حساب تلك القضية. فيما وافق النائب العام المصري المستشار نبيل صادق على طلب النيابة العامة في روما إرسال خبراء إيطاليين ومن الشركة الألمانية الوحيدة المتخصصة في استرجاع البيانات من جهاز تسجيل الكاميرات الخاصة بمراقبة مترو الأنفاق بالدقي وتحليلها وصولا لحقيقة واقعة مقتل ريجيني ومرتكبها. ومن ناحية أخرى أذاع التلفزيون المصري في نشرة 9 مساء الأحد لقطات قال إنها حصرية لحوار دار بين جوليو ريجيني الطالب الإيطالي الذي عثر على جثته مقتولا في مصر ومحمد عبد الله ممثل الباعة الجائلين. أورد التلفزيون المصري إن ممثل الباعة الجائلين هو من صور فيديو الحوار مع ريجيني وذلك وفقا لبيان صادر عن النائب العام المستشار نبيل صادق. كمان البرنامج رصدت آراء المواطنين في الشارع المصري حول قضية جوليو ريجيني. نتابع. اتفضل. لا تعالى. بس بصراحة لسه مش يعني هو حاجة غامضة في اليومين دول أصلا. لسه أكيد بيحققوا في الحاجات ديت، بس لسه يعني غالبا لسه مش عارفين المجني الحقيقي عشان ما يعملوش شوشرة برضه بين علاقات بين الدولتين ببعض. وده أكيد إن شاء الله بقى يعني أكيد في أقصى سرعة إن شاء الله يشوفوا الجاني إن شاء الله. ما حاجة من الاثنين، يا إما فشل في إنها توجد القتل الحقيقي له، يا إما حد معروف وبيداروا عليه بس. ايه الحاجات اللي طلعوها، يعني ايه التفاصيل اللي طلعوها اللي انت سمعتها عن ريجيني؟ انا مش متابع احداث، لكن انا اعرف ان هو مصري، ان هو ايطالي اتقتل هنا، انت فاهمه ازاي؟ وكان معروف خط سيره تقريبا قبل ما يتقتل. دي هي اجراءات قانونيه واجراءات اداريه، والقضاء دلوقتي هو عارف الصح بيعملوا كده، ودي اجراءات بتتخذ بين البلدين وكده، ودي حاجات يعني ترجع للحكومه والقضاء. واحنا طبعا عارفين القضاء المصري قضاء عادل وكده، وهم يعني بيبحثوا القضيه من الالف للياء، وبعد كده كل القضاء ياخد مجراه. تمام. هي الحكومه مش بمزاجها تقفل قضيه ريجيني، لان ايطاليا ما قفلتهاش، الاسياد ما قفلوهاش، اصحاب القضيه ما قفلوهاش، ولحد دلوقتي ما خدتش اجراء فيها، لانها مش هتقدر تاخد اجراء فيها لان هم ضالعين فيها. لمناقشة هذه القضية أرحب بضيفي في الاستوديو دكتور أحمد عامر استشاري العلاقات الدولية. أهلا بك معنا دكتور. حياك الله دكتور اسامه. كما أرحب أيضا بضيفي عبر سكايب من واشنطن الدكتور صفي الدين حامد رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية. أهلا بك معنا دكتور. أهلا أستاذ أسامة. نعم تحياتي لك وللزميل ولكل المشاهدين. أشكرك يا فندم. دكتور أحمد عامر، أبدأ معك. ماذا يعني أن عباس كامل في إيطاليا؟ أظن يعني الكثير، وتوجد نقطتين رئيسيتين. الشيء الأول، عندما يذهب عباس كامل الرجل الأول في النظام بعد عبد الفتاح السيسي والمهندس للانقلاب الأول أيضا مع عبد الفتاح السيسي بنفسه، صاحب التسريبات الشهيرة الكثيرة للرز والأموال وكل شيء، صانع الانقلاب مع عبد الفتاح السيسي، عندما يذهب بنفسه على متن طائرة خاصة إلى إيطاليا يوجد شيئين. الشيء الأول إن التهمة كأنها فعلا كما قيل في تسريبات كثيرة إيطالية وغيرها متعلقة بشخصيات مقربة جدا من عبد الفتاح السيسي، هل لأحد أبنائه، هل لشخصيات مرتبطة به، هل بعباس كامل، مع من؟ ولكن توجد إشكالية. هذا رقم واحد. الشيء الثاني، لو كان الأمر ليس بهذه الصعوبة، حتى يكون المشاهد معنا، أنت
تقصد الإيميل الذي أرسله مجهول إلى صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية وتحدث فيه عن تايم لاين بالتوقيت وبأن هناك اجتماع سيادي كان فيه عبد الفتاح السيسي وصدرت أوامر قتل ريجيني من داخل هذا الاجتماع حتى يكون المشاهد معنا في الصورة. بالضبط. بالإضافة إلى أظن الصورة أيضا من الجانب الآخر من إيطاليا أصبحت أكثر تعقيدا. ذهبت حكومة كانت تتستر على كثير من خفايا الملف برغم ادعائها أمام الشارع الإيطالي أنها لن تترك حق ريجيني، لكن كانت تتستر على كثير من خفايا الملف. وجاءت حكومة يمينية وفيها شركاء من اليمين المتطرف الذين هم لن يتركوا هذه القضية ولن يتركوا الحكومة السابقة التي ذهبت تمر أمورها بهذه الطريقة. سيفضحوا أنها كانت متسترة مع هذه العصابة. هذه رقم واحد. ثم عندما تتكلم عن حكومة يمينية شديدة اليمينية وفيها عناصر تقول أن من اليمين المتطرف ممكن تسميها هكذا، الواقع الفعلي هؤلاء سيقفوا وبقوة ضد الأنظمة اللي موجودة في العالم الشرق الأوسط، تحب تسميه في العالم العربي، هم يسمونه في العالم الإسلامي وعند بعض المتطرفين من حكومات وأنظمة. فإذا الأمر صعب جدا. نعم، ولكن هم بالتأكيد لا يعتبروا عبد الفتاح السيسي ونظامه لا نظام إسلامي ولا يعني هذا صحيح، نظام يعارضوه أيديولوجيا يعني. هذا أنا معك في هذا عبد الفتاح السيسي صحيح، لكن هذه المجموعات اليمينية المتطرفة تكره المنطقة كمنطقة. طيب. طبعا هي ممكن تتعامل مع عند فكرة التطرف في الحكومة الإيطالية الجديدة، دكتور صفي الدين حامد، برأيك هل الحكومة الجديدة في إيطاليا مع زيارة عباس كامل الرجل الثاني في النظام المصري الحالي ستميل إلى كشف حقيقة من قتل جوليو ريجيني أم ستميل إلى إعادة المصالح المشتركة بينها وبين النظام المصري الحالي؟ والله هو صعب طبعا التنبؤ بشيء، لكن أنا اعتقادي أن الزيارة تمت من بطلب مصري، يعني من الجانب المصري، على أساس أن يعني إحنا هنجرب هذه الوجوه الجديدة وهذه الحكومة المختلفة، وفي هذه الحالة كل العروض اللي تقدمنا بها في الماضي وفشلت مش هنستعملها تاني، هنستعمل يعني أقصى ما يمكن، بدليل إن هم باعتين بصراحة الرجل الثاني. فأنا اعتقادي إن هو هيعرض عليهم عرض سخي لقفل هذا الملف، يعني once and for all زي ما بيقولوا، من الآن فصاعدا بأي ثمن، لأن مصر محتاجة إنها تبيض وجهها أمام العالم، خاصة بالمشاكل السياسية. طيب دكتور، يعني عندما نقرأ أن النائب العام المصري مستشار نبيل صادق وافق على طلب النيابة العامة في روما أخيرا بعد فترة طويلة إرسال خبراء إيطاليين ومن الشركة الألمانية الوحيدة المتخصصة في استرجاع البيانات من جهاز تسجيل الكاميرات الخاص بمراقبة مترو الأنفاق بالدقي وتحليلها وصولا لحقيقة واقعة مقتل ريجيني، هل عباس كامل في روما من أجل هذه المشاهد التي ربما تثبت بالدليل القاطع بالصوت والصورة تورط أجهزة أمنية وسيادية مصرية في قتل ريجيني؟ أنا أعتقد هذا، أعتقد حكاية أنه لسه مجهول دي نستبعدها تماما. الحكومة المصرية تعلم تمام العلم من وراء هذا، لكن هي بتحاول الآن تخفف الضرر بعد المباحثات اللي امتدت لمدة أكثر من عام يعني دلوقتي. فهي استفادت من هذا، فستستعمل أقصى درجات الكرم زي ما تقول أو الرشوة للحكومة الجديدة لتقفل هذا الملف، على الأقل تجعله ملف سري، لكن كل شيء ممكن، إلا طبعا إذا كان في يعني تسليم أشخاص طيب كبار في الدولة يعني. نعم دكتور أحمد، أعود إليك مرة أخرى. ما الذي يمتلكه نظام عبد الفتاح السيسي ويمثله عباس كامل حتى يقدمه للنظام الإيطالي أو الحكومة الإيطالية الجديدة لإغلاق قضية ريجيني دون فضيحة؟ دون فضيحة. عندما نتعامل مع دول أوروبية وحكومات ائتلافية في دول أوروبية في الغرب، يعني الحقائق هذه لابد أن يراها حزب وحزب وحزب، يراها إعلام
يراها مؤسسات، لأن الدول هناك اسمها دول مؤسسات. النظام المصري، النظام الانقلابي في مصر قدم معلومات مغلوطة أكثر من مرة. النظام الانقلابي في مصر قدم معلومات مكذوبة أكثر من مرة وقال هذه هي الحقائق. إذا هم ليس عندهم جديد. أنا أتفق هنا مع الدكتور صفي، ذهب الرجل الأول أو الثاني في النظام برشوة. طيب هذا كله أنا أسألك عن هذه الرشوة في هذا التوقيت الحالي وفي هذه الأوضاع الاقتصادية السيئة. ما الذي يمكن أن يقدمه السيسي متمثلا في عباس كامل للحكومة الإيطالية الجديدة؟ الذي ممكن أن يقدمه لا سقف له، لأن القضية مثل؟ لا سقف له. مثل ماذا؟ هو الآن هو رايح يتفاوض، ما أنت أرسلت الرجل الأول في الدولة أو الرجل الثاني. لا يمكن يكون، لو كان في اتفاق ما كان ذهب عباس كامل. إذا هو ذهب ليتحاور، وإن كان ذهب ليتحاور فكل شيء معروض على الورقة. يعني لا سقف لأي اتفاق. إن كانوا يريدوا ماذا يريدوا، عنده هو دولة لا زالت تدعمه أو أنظمة لا زالت تدعمه في المنطقة، إما دول تدعمه برز وأخرى تدعمه بزعفران. فهو لا زال يأخذ من إيران شيئا ما أو شيء كثير مع اللعب مع الإيرانيين، ولا زال الدول الأخرى طبعا تدعمه كما نرى. هو يريد أن يغلق هذا الملف، لأن واضح أن عباس كامل يذهب. يعني السيسي نفسه متورط، أحد أبناء السيسي متورطين، سمعة مصر، سمعة الانقلاب، الأكاذيب الكثيرة، فهو راح ليغلق الملف. أحد أبناء وليس السيسي متورط وفق ماذا؟ كيف؟ أحد أبناء السيسي متورط وفق ماذا؟ نفس الإيميل الذي ذهب عندما قيل أن السيسي وأن اجتماع رفيع المستوى، ظهر أيضا بعده كلام أن كان أحد أبناء السيسي في المخابرات له علاقة بالملف، علاقة مباشرة. أنا أقول القضية ما يذهب لها عباس كامل إلا لأنها وصلت للرأس الكبير في مصر، ولأن الحكومة الإيطالية الجديدة لا تريد أن تغلق الملف، فكان لابد الرجل الأول يذهب ليناقش الموضوع. أما يقينا عندما نقول كماذا، القضية لا تتعلق بمليون أو بعشرة أو ما هي كمية الرز، لأن مع مجموعة الأحزاب واليمين، على فكرة اليمين لما نقول إنه هو هيتكلم على سيسي كتطرف ولا لا، هذا اليمين يريد يقول إن التطرف قادم من الدول العربية والدول الإسلامية. ولما تنظر لكن للأحداث، بالتأكيد ليس من مصلحة هذا اليمين في أوروبا أن يتحدث أن التطرف قادم من نظام عبد الفتاح السيسي. لا، هو مش لأن هذا. عبد الفتاح السيسي يعني أنتم كمعارضين له دائما ما تتحدثون أنه يسوق نفسه بأنه يحارب التطرف الذي يحاربه الغرب. هذه نظرة، بس انظر راجع أحداث سبتمبر. ما الذي قيل في الغرب في أمريكا ولا زال يقال؟ قيل إن الوهابية، إن النظام، إن التعليم، إن هذا النظام أدى لكذا، إن في ضغط وكبت أدى لكذا. ليس بالضرورة أن يقال إن هذا النظام ليس إسلامي أو ليس راديكال فكذا. لا، فأنا أقول إن هذا يقال بدقة. الدول الإسلامية هذه تفرخ هذا. كان بقى عبد الفتاح السيسي جزء مع ضد الأشياء هذه كلها. هو يريد أن يفضحوا الحكومة السابقة الإيطالية المتسترة على القضية، ويفضحوا هذه الأنظمة اللي موجودة في المنطقة. هم لا يتعاونوا معه، ما يهمهم عبد الفتاح السيسي يتعاونوا طيب، معاه. أعود إليك مرة أخرى دكتور صفي الدين حامد. بلغة المصالح المشتركة بين مصر وإيطاليا، من الدولتين تريد الأخرى بشكل أكبر وفقا للمصالح؟ إيطاليا ستتأثر إذا ما استمرت العلاقات متوترة على خلفية مقتل ريجيني، أم أن مصر هي من ستتأثر بشكل أكبر؟ لا طبعا مصر في الموقف الأضعف. لماذا؟ وأنا عاوز أضيف شيء آخر. وأنا يعني أضع نفسي مكان عباس كامل. إذا كلفت وأخذت الطائرة، ماذا يدور في ذهني قبل ما انزل مطار روم؟ إن أنا عندي مش بس حقيبة مليئة بالأموال هرشي بها، لكن عندي أشياء أخرى كثيرة هعرضها عليهم. مثلا يعني معلومات مخابراتية، إمكانية المساعدة في عودة المصالح التجارية لإيطاليا داخل ليبيا، اللي هتبقى يعني جزء من النطاق أو يعني النفوذ المصري لعلاقتي بحفتر. أنا ممكن أساعده في مسألة اللاجئين، وأضع بعض المخبرين في كل معسكرات اللاجئين عندكم في إيطاليا، ويكونوا مصريين متخفيين وهكذا. يعني كل الأعمال الحقيرة الممكنة التي تساعد هذه الحكومة الجديدة من اليمينية أنا بعرضها عليهم.
وفي هذا سيكون نفع مشترك، بس أرجوكم بلاش فضيحة هذه الشخصية الكبيرة أو الشخص المسؤول الكبير اللي تورط في قتل هذا الشخص. احنا يعني بنعتذر وكل شيء، ونقدم هذه الخدمات الجليلة لكم يعني. طيب، ولكن إيطاليا على مدار عام كامل يبدو أنها تحتاج للنظام المصري بنفس القدر الذي يحتاج إليها النظام المصري، وإلا كانت القضية قد تم تصعيدها بشكل أكبر. يبدو أن الحكومة الإيطالية السابقة كانت تسير بطريقة هادئة نوعا ما، تنتظر أشهر لظهور تحقيقات، تطالب بتسجيلات فيأتيها الرد مرة بالإيجاب وأكثر من مرة بالسلب من الجانب المصري. نعم، وهذه استمرار، بس هذه المرة وجود عباس كامل بنقلة نوعية. يعني أنا عندي تفويض كامل من رئيس الانقلاب ان انا اعطي، وهو طبعا هيقارن بالمطالب الاولى يعني الماضيه للحكومه الماضيه، وهيصعدها اكثر، هيديهم يعني اعلى مما يتوقعوا. زي ما بقول خدمات الى جانب الاموال طبعا، وترضيه الاهل، عائله ريجيني وهكذا. وطبعا زي ما بقول لك كل الدول خاصه اذا كانت حكوماتها مستعده يعني لهذه الألاعيب الدنيئة، أعتقد أنها ستستفيد من السيسي كما يجب، وفي هذه الحالة يعني سيستر عورته. طيب، سألتك دكتور أحمد عن ماذا يستطيع السيسي وعباس كامل أن يقدماه كدولة مصرية أو كنظام مصري لإيطاليا. السؤال هذه المرة معكوس: ما الذي يريد عباس كامل من إيطاليا؟ أين المصلحة المباشرة التي يريدها من إيطاليا غير إغلاق قضية ريجيني؟ هو يريد شيئين من إيطاليا عباس كامل. طبعا عدة أشياء، لكن في شيئين رئيسيين في القضية. النقطة الأولى هي التستر وإغلاق هذا الملف بقدر المستطاع، وعدم فضيحة مصر، واستمرار مصر في علاقتها مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي. رقم واحد. رقم اثنين، عبد الفتاح السيسي لا يستطيع أن يلعب في الملف الليبي ومع حفتر كما يريد إلا بالتنسيق مع إيطاليا. إيطاليا تحتاج عبد الفتاح السيسي لهذا الملف، وعبد الفتاح السيسي يحتاج إيطاليا بدقة لهذا الملف. وكان بينهما اتفاق أن يكون في تعاون مشترك وعمل مشترك في الملف السيسي في الملف الإيطالي قبل مقتل ريجيني. الآن تعقدت الأمور وتعقدت لدرجة كبيرة حتى تمضي مصر في هذا الملف من جديد، ودخولها مع حفتر مد يد طولة لعبد الفتاح السيسي والانقلاب داخل ليبيا لابد من موافقة إيطالية. لكن أنا أقول لابد أن ندرس البرلمانات الأوروبية. البرلمانات الأوروبية معقدة للغاية. حكومة خرجت كانت متواطئة مع عبد الفتاح السيسي، أعضائها في البرلمان لن يسكتوا على حكومة جديدة ممكن تلعب اللعب الذي كانوا يلعبون من قبل ويريدوا أن يشوهوها. في نفس الوقت البرلمانيين الذين جاءوا من حكومة يمثلون حكومة جديدة وهم من يمين أيضا متطرف يريدوا أن يفضحوا قضايا كثيرة كان يقوم بها النظام السابق. طيب، هناك نقطة شائكة هنا، وهي النيابة العامة في روما الآن أخذت الإذن أو التصريح من النيابة العامة المصرية كي تقوم بتفريغ مقاطع الكاميرات الخاصة بمحطة مترو الدقي. ماذا لو حصلت على مقاطع فيديو تثبت بالدليل وجه المتورط أو من قام بهذا العمل، وثبت تورطه مثلا في جهاز أمني في الأمن الوطني أو في جهاز أمني آخر مصري؟ السؤال هنا: إذا ما اتفق عباس كامل معهم بالفعل وعدم اتفاق الرأي العام والبرلمان والمجتمع الإيطالي، هل في هذه الحالة ليس من حقه أن يشاهد هذه المقاطع التي حصلت عليها النيابة؟ أوروبا دول مؤسسات. حكم رئيس وزراء إيطاليا قبل ذلك أكثر من مرة، وكلنا رأينا هذا على شاشات التلفاز. الشارع الإيطالي كله والإعلام الإيطالي تحرك من أجل قضية ريجيني. الأحزاب التي كانت تحكم والأحزاب التي كانت تحكم قبلها ورحلت، والأحزاب التي تحكم حاليا، الكل تصارع من أجل هذه القضية، وكانت معركة. فأنا أقول عندما تخرج الأدلة من هذه الأشرطة، ومنها كما قيل 4 ضباط الذين راقبوه ثم ركبوا معه المترو ثم نزلوا معه وقبضوا عليه. الأشياء التي ستخرج يقينا كما نعرف في مصر
في أشياء كثيرة اسمها عند المصريين عندنا فهلوة، فكان في فهلوة وفي كذب وفي تلفيق. عندما تخرج هذه الأشياء كلها أمام رجال قضاء وسياسيين وإعلاميين، توقعاتي أن السقف المرفوع جدا لقضية حفتر وبترول ليبيا والتعاون المشترك والمال اللي خدوه لن يكفي ولن يكون هو المساوي لإسقاط الحكومة الإيطالية. طيب. ليست مستعدة الحكومة أن تسقط من أجل هذا الرجل. دكتور صفية، أعود إليك مرة أخرى. ماذا تفيد مفاوضات عباس كامل أو رشوة عباس كامل، سمها ما شئت، إذا ما اطلع الرأي العام الإيطالي على مقاطع الكاميرات الخاصة بمحطة مترو الدقي؟ كما سألت الدكتور أحمد عامر، ماذا لو ثبت بالدليل الصوت والصورة تورط أحد الضباط أو أحد العاملين في الأجهزة الأمنية؟ أعتقد أن يعني النظام الانقلابي في مصر محترف للخداع والتمويه وخلافه. فأنا أشك الحقيقة أن كل هذه الفيديوهات ما زالت سليمة، أو يعني نقدر نقول إلى حد كبير ما زالت يعني صالحة ولم يتدخل فيها المخرج أو المونتاج. الله أعلم. لكن يعني هذا طبعا أول شيء يرد إلى ذهن زعيم العصابة، أنه يخفي آثار الجريمة، وأعتقد أن ده يمكن حصل من أول يوم. ده احتمال يعني موجود. فأنا ما أعتقدش أن ما يسلم أو ما سلم إلى الحكومة الإيطالية هو الحقيقة كاملة، وإلا كنا عرفنا من كان الجاني بالضبط في معركة الجمل، ومن كان الجاني بالضبط في محمد محمود وخلافه يعني، وإلى آخر القائمة الأليمة اللي موجودة عندنا. كل هذه الدلائل أبيدت وأزيلت. فطبعا يعني ما أعتقدش إن في احتمال شديد إن فجأة يعني الحكم الانقلابي يكون عنده هذه النزاهة ويسلم دليل الجريمة للحكومة الإيطالية. طيب دكتور أحمد، التلفزيون المصري أذاع في نشرة 9 مساء الأمس لقطات قال أنها حصرية لحوار بين جوليو ريجيني وبين محمد عبد الله ممثل الباعة الجائلين. برأيك لماذا في هذا التوقيت يذيع التلفزيون المصري هذا المقطع تحديدا، وهو الأول من نوعه الذي يظهر فيه جوليو ريجيني يتحدث بالعربية مع محمد عبد الله أحد الشهود في هذه القضية؟ أحد الشهود في هذه القضية وأحد المتعاملين مع الأمن، واللي هو الرجل الوصل يعني في القضية. أنا أقول أن إظهار هذا الفيديو الآن قبل ما يظهر هذا الفيديو في إيطاليا، لأنهم قرروا أن يسلموا أشرطة فيديو، فإذا هذا سيظهر في التلفزيون الإيطالي، فهم رأوا أن هم يخرجوه في التلفزيون المصري قبل أن يخرج في التلفزيون الإيطالي كنوع من الشفافية مثلا؟ ما يسمى ذلك. أنا أتوقع أيضا التغيير الحكومي الذي حدث في مصر مما لا شك أن هم لن يغيروا فقط مجدي وزير الداخلية، بل سيغير مما لا شك وزير الداخلية ومباحث أمن الدولة وعدة شخصيات أمنية. هو لا يهمه، عنده مئات أو آلاف من شخصيات أمنية ممكن تلعب هذا الدور وأسوأ منه. ولكن في نقطة هنا تفضل بها الدكتور صفية عندما قال وكنا ممكن أن نعرف أحداث محمد محمود أو هنا أريد أستشهد بأم ريجيني عندما قالت قتلوه كما قتلوا المصريين، كما لو كان مصريا. سيد الفاضل، عندما قتل المصريين الذين جاءوا ليبحثوا عن الحقيقة بعدهم قتلوا مثلهم. أما نحن نتحدث عن إيطاليا، لا، توجد حكومة، يوجد أحزاب، يوجد إعلام، يوجد أجهزة تحقيق. الأمر لن يقف هنا. طبعا أنا لا أدري فعلا ما هو السقف وما الذي سيتفق عليه. يمكن عنده اتفاق مع حفتر يديهم بترول شرق ليبيا بالكامل. أنا لا أدري ما هو السقف الذي سيقف عنده، ولكن أنا أقول أن المهمة ليست سهلة. طيب دكتور صفي، يعني مقطع فيديو ريجيني يتحدث مع محمد عبد الله ممثل الباعة الجائلين، والرجل المصري يطالبه بأموال، وريجيني يقول له لا أستطيع أن أعطيك أموال مباشرة، يجب أن أعود للمنظمة هي تعطي نقابة العمال أو ما شابه. ما الذي أراده النظام المصري من عرض هذا المقطع تحديدا؟ ويبدو أنه ليس المقطع الوحيد الذي تمتلكه مصر، يبدو أن هناك مقاطع أخرى. نعم، هو أولا المقطع الحقيقة مضمونه ليس فيه أي شيء يدين أي إنسان. يعني أقدر أقول إن هو يعني ملوش أي صفة أو فائدة في كشف جريمة أو شيء.
ربما لذلك أذيع هو على عينة- التلفزيون المصري. فهو يعني عينة بيثبتوا بيها ان احنا شفافين وبنوري يعني بعض الاشياء عن حتى الشرائط اللي عندنا اللي بتعتبر شرائط مخابراتيه وكده. انا الحقيقه يعني مش شايف في اي معلومه جديده. طيب إن كان لا يحتوي على أي معلومة فلماذا أذيع؟ يعني ما هو المغزى من إذاعة مقطع ليس له أي قيمة؟ يعني كل من تابعه علق عليه أنه لا يوجد فيه أي معلومة إلا أن ريجيني يتحدث العربية. نعم، هو إثبات طهارة اليد وإن إحنا وقوة المخابرات يعني والمباحث، إن إحنا بنتابع كل الناس وبنسجل لهم، وإحنا ما عندناش أي شيء نخفيه. لما طلب مننا بنعرضه الآن. يعني هو كالعادة لا تنتظر يعني من هذا النظام الكثير، لأن طبعا يعني اللقطة مظلمة، وهذا الشخص اللي طبعا واضح محمد عبد الله ده انه بيتعامل مع النظام، ويعني هو جاسوس يمكن طيب عند نقطة الجاسوسية هذه دكتور، أعود إليك دكتور أحمد، ما هي القيمة التي قدمها النظام المصري بكشف أحد رجاله وهو محمد عبد الله بهذه الطريقة؟ يعني فكرة أن هذا ممثل الباعة الجائلين هو مخبر لنا ويقوم بتصوير المواطنين الأجانب، أين الاستفادة التي عادت على النظام المصري من حرق أحد أوراقه بهذه الطريقة؟ مرة أخرى النظام المصري نظام الانقلاب وعصابته يجيدون الفهلوة وهذا النظام من العمل. هم الآن يريدوا أن يلبسوا شوية ناس من أول مجدي عبد الغفار لغاية الرجل المباحث بتاعهم الأمنجي الصغير دوت. الأمنجي دوت واحد بتاع مندوب بائعين وممثل البائعين وبياخد رشوة. ازاي؟ احنا مش هنقبل الكلام ده، احنا لابد نضرب بيد من حديد من أول راس فوق لغاية آخر راس تحت. فهم يضحوا بيه، هم هيضحوا بأكبر راس في وزارة الداخلية. فأنا أقول إن هذا لا يهم النظام كثير، النظام ضحى بكثيرين أكثر من هؤلاء، ما يهم الدم وما يهم كل هذه الأشخاص. لكن أنا بقول النقطة اللي أنت تفضلت بها، الفيديو الذي لم يأتي بجديد لماذا يخرجوه؟ هذا هو السؤال الهام. ولذلك أنا فعلا أقول هنا مرة أخرى، يعني هم عايزين يلبسوا هذا الأبناجي إيه؟ ما القضية أقصى ما فيها اسمها قضية رشوة، وهم قالوا إنه هو الذي صور هذا الأبنجي، صور بالتليفون تصوير خاص به. طبعا هذا كلام غبي لا يقبله أيضا الإيطالي، إن هذا الأبنجي بيصور الراجل عشان ياخد منه قرشين. طيب دكتور صفية، أعود إليك مرة أخرى. عندما قرأت الخبر كان به عدد من العبارات تحتاج أن نتوقف عندها قليلا. كشفت مصادر مصرية مطلع عن قيام اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي بزيارة سرية إلى إيطاليا على متن طائرة خاصة أقلعت من مطار القاهرة. أين سامح شكري وزير الخارجية؟ لماذا يسافر مدير مكتب رئيس الدولة أو مدير مكتب عبد الفتاح السيسي؟ لماذا الزيارة سرية؟ هل سيعلن عن هذه الزيارة بشكل رسمي بعد عودة اللواء عباس كامل؟ كل هذه تساؤلات. أين الدبلوماسية المصرية من هذه الزيارة؟ وهو ده طبعا بيدلك على طبيعة الانقلاب. الانقلاب يعني معمول ما بين عصابة معينة اللي هي طبعا قائدها السيسي، ومحركها أو الفكري هو عباس كامل الرجل الثاني أنا في رأيي من وراء الستار يعني. فلازم كان يبقى، والكل يعلم من هو عباس كامل، فكان لازم يبعتوا شخصية كبيرة. أما سامح شكري فهو يعني الجميع يعلم أنه هو لا قيمة له، هو وزير خارجية فاشل، كان من الأصل الحقيقة لا يصلح حتى أنه يعني يدخل الدبلوماسية. فيعني ما أعتقدش أن هذا رجل بارع عشان يبعث في مهمة حساسة جدا. أنا في اعتقادي أن طبعا وده سبب سريتها، أنها يعني ستتم في الخفاء. هو الحقيقة هيثبت إذا فعلا خرج مجدي عبد الغفار في التعديل الوزاري القادم، يبقى فعلا كانت في جيب عباس كامل أحد الأشياء المرضية لكم. أنا بكلم الإيطاليين، يعني الرجل المسؤول عن كل هذه المشاكل ما بين مصر وإيطاليا وقتل ريجيني والتمويه والخداع، احنا سنفصله. يعني
إلى الأبد. فده طبعا جايز يكون برضو ورقة من الأوراق اللي هم الجانب الإيطالي هنا أو الحكومات الأوروبية والغربية، وأنت تعيش في الولايات المتحدة منذ سنوات، هل تتعامل مع الأمور بهذه الطريقة؟ أقلنا لكم مجدي عبد الغفار، فيعني يشكر عباس كامل على هذه الإقالة وبالتالي يغلق الملف؟ لا 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 طبعا، وأنا بقول لك جزء من الرشاوي، يعني الرشاوي هتبقى متعددة، يعني لإرضاء الجميع، لإرضاء مثلا العائلة ولإرضاء الحزب ولإرضاء الحكومة. فطبعا فيها أموال، فيها رشاوي، فيها أشياء رسمية وهكذا، وفيها معلومات مخابراتية، وفيها معاونات في ليبيا. بس أنا عاوز أقول شيء على فكرة، يعني التخلص من محمد عبد الله، وده طبعا أسهل شيء. أنا في اعتقادي أن ممكن هذا المشهد اللي ممكن يعني يبقى مشهد مسرحي جدا يكتب، يؤخذ من مذيع من المذيعين اللي احنا نعلمهم من مذيع النظام، ويبنى عليه سيناريو كبير جدا، انه شوف دول بيتجسسوا علينا وبيطلبوا كل اسرار النقابات عشان يسقطوا الدولة. هو يعني الرد على هذا الهراء بسيط يا دكتور، بأن رسالة يعني الرجل أو دراسة الرجل كانت عن هذا الأمر، فهو كان يقابل عاملين وبعجائلين وكل هذه الأمور كي يتوصل إلى نتيجة نهائية تخص دراسته. نعم نعم، أنا طبعا أعلم هذا، لكن أنت عندك نص الشعب المصري يعني في حالة تعليمية بسيطة جدا، يعني أنت تحاول تفهمه ما معنى الريسيرش أو يعني البحث العلمي، وإن إحنا بنبعث أرقام وكلام، طبعا مش ممكن يعني. فلذلك أنا بقول لها يستعمل عن طريق أحمد موسى وأشكاله يعني. طيب دكتور أحمد، سؤالي الأخير لك عن سرية الزيارة. عباس كامل لم يعد الرجل الغامض، لم يعد الرجل الغير معلوم، هو من يحرك عبد الفتاح السيسي، ولا يتحرك السيسي إلا بمشورة عباس كامل يظهر معه في كل المحافل. لماذا هذه الزيارة أرادها عباس كامل والسيسي أن تكون سرية؟ لماذا لم تكن معلنة؟ ما الذي يخشى أن يعلن أنا مدير مكتب السيسي سأذهب إلى إيطاليا لحل قضية ريجين؟ أنا أظن كانت لابد الزيارة تكون سرية لخطورة الأمر فعلا، وتعلق الأمر بعبد الفتاح السيسي شخصيا، ولا تعلق الأمر بحكومة يمينية ترفض التعامل بأسلوب الحكومة السابقة. لابد أن ندرك، المشاهد المصري لابد أن يدرك معنا، والمشاهد العربي، نحن عندنا في الغرب برلمانات، البرلمانيين هؤلاء المجتمع يرسل لهم رسائل: نحن غير مقتنعين بما يحدث في قضية كذا، وقضية ريجيني أصبحت قضية رأي عام. عضو البرلمان عندما تأتيه أعداد كبيرة من هذه الرسائل، وأظن أن المصريين في إيطاليا، إن الإيطاليين الذين وقفوا مع أم ريجيني ومع أسرة ريجيني الكثيرين أرسلوا كثير من هذه الرسائل، ولا زالت سترسل الآلاف من هذه الرسائل، تجعل البرلمانيين كل برلماني من حقه أن يسائل الحكومة الإيطالية ووزير الداخلية ووزير الخارجية عما يحدث. أشكركم شكرا جزيلا عبر سكايب دكتور صفي الدين حامد، رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية، كنت معنا. كما أشكرك دكتور أحمد عامر، استشاري العلاقات الدولية، كنت معنا في الاستوديو. نفذ على مصر، حلقتنا مستمرة بعد الفاصل، فابقى معنا. ظلت أهمية مضيق باب المندب محدودة حتى افتتاح قناة السويس عام 1869 وربط البحر الأحمر وما يليه بالبحر المتوسط وعالمه. ويعد المضيق أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها احتضانا للسفن، حيث يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن الذي تمر منه كل عام 25,000 سفينة، تمثل 7% من الملاحة العالمية. وبالرغم من أن لليمن الأفضلية الكبرى لامتلاكها جزيرة بريم الاستراتيجية في الممر، فإن تأثيرها ضعف بشكل كبير بسبب التدخل الأمريكي، خاصة بعدما أغلقته عام 1973 في الحرب على إسرائيل التي عملت هي الأخرى على تقوية نفوذها بالممر من خلال التنسيق مع جيبوتي وإثيوبيا.
واتخذت الولايات المتحدة بعد أحداث 11 من سبتمبر أيلول 2001 من جيبوتي مقرا لأكبر وأحدث مراكز الاستخبارات في الشرق الأوسط والمحيط الهندي، ونشرت بعض قواتها في جيبوتي والصومال للتصدي لأي ضربة محتملة لباب المندب وتوفير عبور ملاحي آمن للبترول العالمي. كشف عام 2008 عن وجود مشروع بناء جسر بحري يربط بين اليمن وجيبوتي عبر المضيق، ويسعى الحوثيون للسيطرة على المضيق من خلال السيطرة على مدينة المخاء الساحلية التي تبعد 60 كيلومترا شرق المضيق، والتي تشهد تحركات عسكرية حثيثة لمسلحي الجماعة هناك. أهلا بكم. موافقة برلمانية على خصخصة مياه الشرب. وافقت لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية يتيح لشركات القطاع الخاص الاستثمار في مشاريع وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، لتحل بشكل تدريجي محل الشركات الحكومية المسؤولة عن تشغيل وصيانة هذه المرافق. ينص مشروع القانون الذي تبدأ مناقشة مواده البالغة 58 مادة اعتبارا من اليوم الاثنين على استحداث هيئة تنظيمية للإشراف على ضوابط التراخيص للشركات الخاصة والاشتراطات التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية لعمل الشركات. فيما ناقش مجلس النواب منذ أيام قليلة الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2014-2015 والتي تتضمن أيضا استعراض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على إيرادات الدولة ومصروفاتها، حيث كشف الجهاز عدم تضمين الحساب الختامي ل 32 مليار و504 مليون جنيه من إيرادات الدولة. وقدمت وزارة المالية ردا على هذه الملاحظة، إلا أن اللجنة لم تبين من هذا الرد الكيفية التي تم إثبات هذا المبلغ في الموازنة العامة للدولة، فضلا عن أن ما ذكرته وزارة المالية في ردها لا يمكن معه بيان ما ترتب على هذه المعالجة، خاصة مع استمرار عجز الموازنة. وتوصي اللجنة أن تحرص وزارة المالية في ردها على مثل هذه الملاحظات أن توضح المعالجة المحاسبية التي اتبعتها وأسبابها بالتفصيل المناسب، لتتمكن اللجنة من التقييم للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة. انضم إلي عبر الهاتف من القاهرة محمد سيف المحرر البرلماني. أهلا بك معنا محمد. أهلا يا دكتور حضرتك. طيب أهلا بك محمد. أبدأ من لجنة الإسكان والمرافق وفكرة خصخصة مياه الشرب، لو تطلعنا على تفاصيل هذا القانون. في الحقيقة حين منذ الأسبوع الماضي قانون الحكومة وحين لجنة الإسكان اسمه قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي. ده بيأتي ضمن توجه حكومي لإلغاء الدعم أو تقسيم الدعم على بعض الخدمات. في البداية بدأ يحقق الكهرباء، وهناك أيضا قانون مقدم بتنظيم صوت الغاز بيحرر أيضا صوت الغاز، وبيسمح للشركة للقطاع الخاص اللي هو يدخل في مجال توزيع واستيراد أيضا الغاز. القانون المقدم للحكومة يسمح للقطاع الخاص بعمل شركات المياه بشروط وتراخيص ووضع تأمين محدد، وهناك اعتراضات كبيرة من أعضاء لجنة الإسكان بطبيعة الحال على القانون. طيب ماذا عن النواب؟ هل هناك تجاوب مع هذا القانون محمد؟ هل لا في الحقيقة في الاجتماع القانون لم يناقش بعد ذلك اللجنة إلا
مجرد طرحه او عرضه واحالته للجنه. عدد كبير جدا من النواب رفض الفكره تماما. هو لو حضرتك تتذكر كانت وزيره التعاون الدولي كتبت مقاله في الجورنال كانت قالت فيها ان الحكومه بتتجه لخطخطه المرافق، وعندما شن عدد كبير من النواب هجوما عليها خلال الشهر الماضي نفت ذلك وقالت انها لم تقصد المرافق بمياه الشرب والمرافق غير الاستراتيجيه، انما كانت تقصد مرافق مثل التعليم ومشاركه القطاع الخاص فيها او بناء المستشفيات. لكن مع الوقت وخلال الاسابيع الماضيه جاء قانون لتحرير سوق الغاز، والان هناك قانون الصرف الصحي. ده خلق حاله غضب لدى عدد كبير من النواب، خاصه ان القانون لم يعرض على جلسه عامه، فقط أحيل للجنه واللجنه تضم عدد قليل من النواب، لكن هناك حاله غضب ان الدوله تسلم المواطنين للقطاع الخاص خاصه في مرافق حيويه واستراتيجيه بهذا الشكل. طيب ننتقل للجزء الآخر الذي أثار لغطا كبيرا منذ صباح هذا اليوم، وهي فكرة أن هناك 32 مليار و500 مليون جنيه غير موجودة في الموازنة العامة للدولة 2014-2015. ما هي التفاصيل؟ في الحقيقة ده الخطة والموازنة منذ فترة بتناقش الحساب الختامي للموازنة العامة 2014-2015. الاختفاء ال 32 مليار من الموازنة العامة في ذلك العام، يعني 2014-2015 هو منعدم الأصل، تم إنفاقهم بالفعل. يعني أقصد أنها ليست الموازنة الجديدة، مش في الموازنة الحالية، لكنها في موازنة 2014-2015 موجودة في الموازنة وغير موجودة في المصروف في الإنفاق. فاللجنة تم تقريرها وتوصياتها حتى تراعى في الموازنة الحالية. وجدت هذا الرقم من العجز، ووزارة المالية لم تقدم ردود كافية خلال اليوم للجنة، وتم تأجيل الأمر لحين رد وزارة المالية. لكن هو أمر غريب جدا إن وزارة المالية مش عارفة هذا المبلغ الكبير 32 مليار من موازنة 2014-2015 أين ذهب وفيما تم صرفه. طيب هل يعدنا هذا محمد إلى لم يتم حسم الأمر؟ هل يعدنا هذا إلى ما ذكره المستشار هشام جنينة في تقرير سابق؟ بص يعني أن يكون الفساد بمبلغ كبير وموجود، لكن يختفي من الموازنة العامة أن يكون مثبت أن هناك إنفاق لكذا وكذا وكذا 32 مليار ومش موجودين. دي حاجة يعني ما حصلتش، يعني حتى أعتى أنواع الفساد لم تحدث بهذا الشكل. دي الموازنة العامة للدولة، يعني مبلغ من الموازنة العامة للدولة بهذا الشكل أمر مريب وغريب يفوق حتى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، أو يعني ليست مجرد إهدار لمال الدولة أو مختفية مش عارفين يعني أين ذهبت وكيف ذهبت. طيب داخل البرلمان هل هناك سيناريو متوقع لإنهاء هذه الأزمة أم ماذا؟ أعتقد أن وزارة المالية هتجهز رد. قبل الأسبوع الماضي كانوا فوجئوا برضه بأن وزارة العدل لديها صندوق صحي أو لعلاج العاملين لوزارة العدل بياخذ من الموازنة العامة للدولة مبلغ كبير حوالي 20 مليار أو 24 مليار جنيه. وسواء هناك مرضى أو لا، يعني مرضوا أو لم يمرضوا فبياخذوه. ففوجئوا أن هناك قانون بذلك موجود بيسمح لوزارة العدل باستطاع هذا المبلغ. قدمت وزارة المالية هذا الرد غير المقنع إلا أنه قانوني قنن هذا الأمر. وأعتقد أن وزارة المالية هتقدم بشكل أو بآخر رد حتى لو غير مقنع، إنما سيقنن المسألة وينهيها. يعني أشكرك شكرا جزيلا محمد سيف المحرر البرلماني، كنت معنا عبر الهاتف. الجيش المصري يدخل رسميا سوق الصناعات الدوائية في مصر. في سابقة جديدة أصدر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قرارا بالترخيص للهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة للقوات المسلحة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لصناعة الأدوية تحمل اسم الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية.
ويفتح القرار الباب أمام الجيش للمنافسة مع رجال الأعمال المصريين والأجانب في سوق الأدوية المستحضرات الصيدلية، وذلك لأول مرة، خاصة إن الشركة الجديدة لن تكون مقتصرة على أجهزة الجيش والدولة، بل ستكون شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات المساهمة وذلك وذات المسؤولية المحدودة والتوصية بالأسهم، ويمكنها طرح أسهمها في البورصة المصرية. ويعتبر هذا القرار هو الأول الذي يستند إلى قانون أصدره السيسي نهاية عام 2015 للترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، الأول الذي يسمح للجيش بالاستثمار في مجال الصناعات الدوائية بعيدا عن المقاولات والإنشاءات والصناعات التعدينية. كاميرا البرنامج رصدت آراء المواطنين حول دور الجيش في أزمة الدواء، نتابع. والله القوات المسلحة بتقدر تحل أي حاجة، احنا عندنا قوات مسلحة كفاءة وعالية تقدر تحل أي مشكلة على مستوى العالم، أي مشكلة في العالم يجيبوا لك القوات المسلحة تحلها. هتحل النقص؟ هتحل النقص إن شاء الله، والقوات المسلحة بتقف مع أي حد بتحل أي مشكلة. عندنا القوات المسلحة رجالة وعندها قدرة. أقول لك إن القوات المسلحة اللي أنا أعتز بيها على الحدود وليس في الاقتصاد، يبقى احنا نقول المنظومة العسكرية بجد وجداني فعلا فشلت في إدارة البلاد، والدليل احنا وصلنا للانهيار في ظل ديكتاتور اسمه السيسي وهو يمثل القوات المسلحة. لكن أنا عايز أقول باسم شباب مصر، لا والله أنت دور القوات المسلحة على الحدود حامل أرض، حامل العرض، حامل وطن. عايز أقول إن هم ما ينفعوش بجد وجداني. عايز أقول للقوات المسلحة أرجوكم افضلوا على الحدود وليس جوه الميادين. المسلحة هتحل النقص اللي في الأدوية، وأكبر مصنع أدوية هيتعمل في الشرق الأوسط هيفتتحوه في 30 يوليو اللي جاي ده إن شاء الله عشان نغطي احتياجات المصري والمصريين. لكن أوسخ ما في مصر وزير الصحة اللي فيها، لأن قرايبه هم من أكبر تجار شركات الأدوية المستوردة بالذات. أعتقد إن موضوع الأدوية ده كل يوم بتزيد، ودي بفعل فعال. ليه؟ لأن الدواء كل يوم النهارده بسعر، بكره إن شاء الله بسعر، كمان أسبوع بسعر، 10 أيام بسعر، وده في حد ذاته علامة استفهام كبيرة جدا. والله المصانع سلمت للقوات المسلحة بتاعت الأدوية، سلمت الأدوية لأن هم احتاروا، بقى لقوا نفسهم في قلب المأزق، لا عارفين يجيبوا أدوية ولا عارفين يحددوا السعر. وزي موضوع اللبن للأطفال كده، ما استغلتوا القوات المسلحة ونزلتهم ده 30 بعد كده وصلوا بحاجه و40 جنيه وبعد كده سابته للمافيا. فهو دلوقتي الموضوع كله ان هي ايه، القوات المسلحه كمان عاوزه تستخدم حق صرف الادويه للشعب المصري عشان يبقى معاها الغذاء، الاكل والصحه والتعليم والادويه، يبقى اولادي الذين متسفلتوا مني مهما كان انا معايا كل حاجه. القوات المسلحه هو العمود الفقري للامه المصريه، لكن المسؤولين وفشلهم وإدارتهم وعداء عملهم الفاشل بيخلوا قواتنا المسلحة تنقذ مواقفهم أو تغطي عيوبهم لكي تخرج بصورة جيدة. يعني قواتنا المسلحة تحارب على الجبهة وطلعت شهداء والى آخره، بيحملوا القوات المسلحة والداخلية أيضا طاقات فوق طاقتهم، لكن المسؤولية لو نيجي على الحياة الاقتصادية والسلع كان يجب على الحكومة، لكن الحكومة بتحاول تخلي قواتنا المسلحة والمؤسسات العسكرية تشيل. انضم الي عبر الهاتف الدكتور صبحي السيد عضو نقابة الصيادلة سابقا. اهلا بك معنا دكتور. يا اهلا وسهلا دكتور. نعم دكتور صبحي، الجيش المصري الآن بات رسميا داخل صناعة الدواء وترخيص باسم الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية، ماذا يعني هذا؟ في الأول بس أحب أتكلم على إن فعلا نجحت القوات المسلحة إن هو يظهر باقي المؤسسات المدنية في مظهر الفساد. جميع الوزارات وزارة إدارة الصحة ظهرت في مظهر الفساد، وإنها غير مؤتمنة على مقدرات الشعب المصري، وإنها غير ناجحة في إنها توفر الأدوية أو تظبط أسعار الأدوية بالنسبة للمواطن. زي ما شفنا حضرتك آراء الناس في الشارع بتتكلم بيقول لك إن القوات المسلحة دي تحل أي مشكلة في العالم، والثاني اللي يقول ان القوات المسلحه دي العمود الفقري وان هي خلاص فقدت الثقه في جميع المؤسسات ولذلك هي دخلت عشان تحل المشاكل. فده فعلا القوات المسلحه وصلت الناس ان هي تقول ان الجيش هو الاحق، هو الملاذ الامن
المفروض ان هو يحتضن الشعب ويوفر له كل متطلباته الحياتيه، وان هو كل حل مشاكل وكل الازمات ممكن موجود لها حل عند القوات المسلحه. ده كان لازم يمهد للشعب ويمهد للناس هذا الكلام عشان يعرف يدخل كده بترخيص شركات خاصه به، اخذ توكيلات من الخارج، الاستحواذ على كل متطلبات الشعب الحياتيه. معنى ان القوات المسلحه تدخل في تصنيع الادويه او تعمل مصنع او تعمل شركه استيراد او تاخد توكيلات الادويه من الخارج. كنا قبل كده عرفنا ان القوات المسلحه برضه وقعت عقد مع وزاره الصحه لتوريد البان الاطفال، وبرضه مع ذلك ما زالت الازمه قائمه، والاسعار بتاعت البان الاطفال ارتفعت الاسعار ضعف اضعاف الاسعار اللي كانت عليها قبل كده. وفي يونيو الماضي اعلنت القوات المسلحه انها تتولى توريد دعامات وصمامات القلب والاساطر العلاجيه للمستشفيات. وايضا جريده التحرير اللي هي المواليه للنظام كشفت عن خطابات صادره عن اداره جامعات مختلفه عن قرار من المجلس الاعلى للجامعات بوقف جميع المناقصات العامه والمجالات على الادويه والمستلزمات الطبيه تمهيدا لشرائها بشكل مركزي من اداره الخدمات الطبيه للقوات المسلحه. ده بيأكد لك ان الجيش بيحتكر بالامر المباشر توريدات حكوميه ولا عزاء للشركات الخاصه والعاملين فيها. طيب هناك نقطة دكتور ربما يختلف معك فيها البعض. طالما انتقد الكثير شركات القوات المسلحة بأنها خاصة بالجيش وتعتمد على المجندين ولا تخضع للضرائب وكل هذه الأمور، هذه الشركة الجديدة لن تكون مقتصرة على أجهزة الجيش والدولة، ستكون شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والتوصية بالأسهم. يعني هل هذه نقطة إيجابية تتعلق بنشاط هذه الشركة أم ماذا؟ إيجابية لو هيطبق عليها يا دكتور نفس القوانين اللي بتطبق على الشركات الثانية، إنما دي هيبقى لها مميزات. ويعني مثلا بنجد إن معظم المستشفيات وهيبقى بعد كده معظم الصيدليات هتشتري بالأمر المباشر كما يحدث الآن، إن كل المستلزمات الطبية بتاعت المستشفيات وقطرات القلب وصمامات القلب كلها بتشترى بالامر المباشر من الشركات القوات المسلحه اللي اخذت التوكيلات. انما لو هيطبق القانون على الكل يبقى نفس الشركه بتاعت القوات المسلحه هتطبق على نفس القانون وهتدخل في مزايدات ومناقصات زي بقيه الشركات، مع ان اصلا انا ضد ان القوات المسلحه تقحم نفسها في هذا المجال، لان ده مجال مدني ولا يحق القوات المسلحه انها تدخل فيه. طيب يعني أنت لا ترى أي استفادة من فكرة أن تقتحم القوات المسلحة هذا المجال؟ يعني طالما عفوا دكتور، طالما تحدث السيسي أن وجود القوات المسلحة في أي مشروع هو ضمانة لنجاح هذا المشروع. قطاع الدواء يعاني بشدة في مصر في الأعوام الماضية منذ 3 أعوام تحديدا، وهو يعاني بشكل كبير. وجود شركة تحت إشراف القوات المسلحة المصرية أو شركة القوات المسلحة المصرية، هذا بالنسبة إليك كعضو سابق في مجلس نقابة الصيادلة ألا يعطيك شعورا بالأمان أكثر؟ ده في ظاهره يعطي الأمان، في ظاهره للناس، إنما بواطن الأمور اللي احنا شفناها في كل المجالات. يعني مثلا في السكر الجيش أخذ مصانع السكر واخد وجدنا إن سعر السكر رفع من 5 جنيه ل 19 جنيه. في اشياء اخرى كتير في البنزين وفي الشركه الوطنيه برضه رفعوا سعر البنزين، رفع مكان بعد ما كان مثلا ب 160 قرش بقى ب 3 جنيه. وبقى في مجال الادويه تحديدا يعني نجد ان الجيش يريد ان يستحوذ على هذا المجال بالذات، لان الجيش هيحصل على مزايا يعني مزايا لا تحصل عليها الشركات الاخرى زي ما قلت لحضرتك او الجهات الحكوميه الاخرى. بدايه مثلا من الاعفاء من الرسوم الجمركيه، عنده العماله شغاله ببلاش اللي هي المجندين، وبعد كده هيقول لك المدنيين يشتغلوا برضه في القوات المسلحه، مرورا بفرض السعر اللي بيريده كمان. يعني هو بعد كده هيفرض لك السعر اللي هو بيريده زي ما حصل في السكر زي ما حصل في الالبان. وبعد كده يعني حضرتك هو احتكر كل التوريدات والمستلزمات الطبيه.
نعم. وهذا طبعا سيضر بالشركات التي كانت بترسى عليها المناقصات والممارسات وتصفيه الالاف من العاملين بها. هتجد ان كل العاملين في كل الشركات وكل المؤسسات الطبيه المدنيه اللي موجوده، العمال اللي فيها هيتسرحوا، هيبقى عندك كل اللي شغالين مجندين وضباط جيش، ولانك عندك في مصر مئات من مصانع الادويه والاف من الشركات المحليه. ده يعد كارثه فعليه يا دكتور، تهدد مصير مئات الشركات العامله في هذا القطاع. الموضوع مش موضوع ان انا احل مشكله، او الموضوع ان انا هحل مشكله مش هتتحل اصلا، وهخلق 50 60 مشكله ثانيين. أشكرك شكرا جزيلا دكتور صبحي السيد عضو نقابة الصيادلة سابقا، كنت معنا عبر الهاتف. ونافذ على مصر حلقتنا مستمرة بعد الفاصل، فابقى معنا. عمر المختار شيخ المجاهدين وأسد الصحراء عمر بن مختار بن عمر الهلالي، ولد في أغسطس عام 1858 للميلاد. انخرط في المقاومة ضد القوات الإيطالية منذ نزولها ليبيا عام 1911، ودام قتاله ضدها لأكثر من 20 عاما. نشأ الشيخ عمر في برقة يتيما، درس في الجغبوب شرق ليبيا، وكانت مركزا دعويا هاما للدعوة السنوسية، وفيها درس العلوم الشرعية وجذب الانتباه إليه لنباهته ورجاحة عقله. توطدت علاقته بمحمد المهدي السنوسي، وصحب معه المختار عام 1895 في رحلة في الصحراء الليبية ثم إلى السودان. عينه السنوسي شيخا لبلد تسمى زاوية القصور بمنطقة الجبل الأخضر. وعندما احتل الفرنسيون تشاد عام 1900 قاد جيش الحركة السنوسية للقتال ضد الفرنسيين. مع إعلان الإيطاليين الحرب على الدولة العثمانية عام 1911 التحق بالجيش العثماني، إلا أن اندلاع حرب البلقان أدى إلى سحب القوات العثمانية لضباطها في ليبيا. ورغم ذلك بقي عمر المختار في موقعه مع مقاتلي ليبيا، حيث استمرت هجماتهم على عسكر الإيطاليين. ومع سقوط طرابلس هاجر محمد إدريس السنوسي إلى مصر، وبقي عمر المختار في قيادة قوات برقة، ولم يزد من كان معه عن 1000 رجل. عام 1931 قدمه الإيطاليون لمحاكمة صورية انتهت باستشهاده بعد 20 سنة من الجهاد ضد المحتلين. في هذه اللحظات نذكر أنفسنا جميعا أن القدس تجمعنا، وأن المسجد الأقصى يجمعنا ويجعل منا جسدا واحدا. نحن للقدس والأقصى فداء، أموالنا للقدس والأقصى فداء. كلنا بيتغخى עכשיו. صحنين. אין לך יותר מדי זמן, כולם לא בيتغخى. لا زمان. صحنين. القدس ستبقى والمسجد الأقصى سيبقى، أما الاحتلال الإسرائيلي فإلى زوال قريب إن شاء الله تعالى. طشقند أو تسمى الشاش، عاصمة أوزبكستان، تقع على أحد روافد نهر سيحون، فتحها المسلمون عام 90 للهجرة. قال عنها القزويني: من أنزه بلاد الله وأكثرها خيرا،
عامة دورها يجري فيها الماء، وكلها مستترة بالخضرة. وقال الحميري: الشاش مدينة جليلة من عمل سمرقند، وهي في أرض مستوية لا جبل فيها ولا أرض مرتفعة، وبساتينها ومتنزهاتها كثيرة، وهي من الثغور التي في ناحية الترك، ولأهلها سطوة ومنعة. احتلها الروس عام 1865 للميلاد، واعتمدها الروس عاصمة لإقليم تركستان الروسية بدلا من سمرقند التي كانت عاصمة الإقليم قبل ذلك. وامتد إليها قطار قزوين عام 1874. حرص الروس على تغيير تركيبة المدينة السكانية بنقل الكثير من السكان من كافة المناطق السوفيتية إليها. استقلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مطلع التسعينيات، واختيرت عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2007. ممن نسب إليها من العلماء الإمام القفال الشاشي، أحد أعلام مذهب الإمام الشافعي، فقيه مفسر، صاحب شرح كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وله تفسير كبير للقرآن الكريم. توفي عام 365 هجرية. أهلا بكم. السيسي يواجه 25 من يناير بحفل وقيد أمني وخطاب وتعديل وزاري. يواجه السيسي الذكرى السادسة لثورة 25 من يناير التي أجهضها بالانقلاب على الرئيس المدني المنتخب ب4 إجراءات، أولها شهود الاحتفال بعيد الشرطة غدا الثلاثاء، ثم إلقاء كلمة للشعب المصري مع تشديد الإجراءات الأمنية لدى حلول الذكرى يوم الأربعاء، وأخيرا تعديل وزاري متوقع حدوثه قبل نهاية الشهر الجاري. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن السيسي سيقوم في الاحتفال بعيد الشرطة الثلاثاء بتكريم عدد من أسر ضحاياها وإلقاء كلمة إلى الأمة بهذه المناسبة، مشيرة إلى أنه تجري حاليا بأكاديمية الشرطة الاستعدادات الخاصة بهذه الاحتفالية. وفي ثاني اجتماع له خلال 72 ساعة بعد اجتماع عقده الخميس الماضي، رأس السيسي مجددا الأحد اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني بحضور رئيسي مجلس النواب والوزراء والنواب، وزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسي أركان حرب القوات المسلحة والمخابرات العامة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيسي هيئة عمليات المخابرات الحربية. وفي وقت التقى فيه السيسي رئيس وزرائه شريف إسماعيل، أشارت تقارير إعلامية إلى أنه عرض عليه قائمة التعديلات الوزارية المقترحة. إزاء هذا الوضع الرمادي، رأى الكاتب الصحفي محمد أمين بصحيفة المصري اليوم تحت العنوان السابق أنه لا يحتاج رسميا لكي يكون رئيسا للوزراء، فهو بالفعل كذلك. ويمكنك أن تلاحظ أن السيسي لا يرسم السياسات فقط ولكنه ينفذها أيضا بحسب وصفه. فيما بدأت وزارة الداخلية عددا محاولة تحسين الصورة وترويض الآلاف من أمناء الشرطة قبل أيام قليلة من الذكرى السادسة لثورة 25 من يناير. كاميرا نافذة على مصر كانت داخل مجلس النواب المصري ورصدت آراء عدد من النواب حول الذكرى السادسة ل25 من يناير. نتابع. يمكن احنا بنمر بالذكرى السادسة لثورة 25 يناير. يمكن دايما مع حديث او مع ذكرى الثورة بيبدر الحديث حول هل هي كانت ثورة ام مؤامرة، ويمكن في اطراف كتير بتدعم فكرة المؤامرة، اطراف اخرى بتدعم فكرة الثورة. أنا في اعتقادي بشكل موضوعي كامل يناير كانت ثورة حاول الكثير أن يستخدمها تارة كمؤامرة وتارة أخرى للتخديم على أهداف سياسية متعلقة بأطراف سواء كانت في الداخل أو أطراف في الخارج. يمكن يعني ما بجدش أي غضاضة إنه ثورة يناير نتعامل معها بشكل موضوعي ونقول إيجابياتها ونتحدث عن سلبياتها. ثورة يناير بسببها نحن ننعم الآن في عدم وجود رئيس يخلد في الحكم. ثورة يناير سببها التعددية الحزبية. ثورة يناير
يناير سببها الكشف عن كثير من قضايا الفساد. يمكن البعض حمل ثورة يناير بأنها كانت سببا في الأوضاع الاقتصادية المتردية. هذا الكلام غير صحيح. يمكن بعض القطاعات تضررت مثل قطاع السياحة، لكن بشكل عام تراكمات مشاكل نظام مبارك عبر 30 عام تقاعس نظام مبارك عن بنية الدولة المصرية من الناحية الاقتصادية وبناء مجالات صناعية وزراعية، لكن اعتمد على المساعدات الخارجية لسد عجز الموازنة، وده ضاعف الديون المصرية. والآن مصر وهي تحاول أن تعالج كل هذه الأضرار تتعرض إلى يعني هزات اقتصادية عنيفة لا يمكن أن نحملها لثورة يناير أبدا. يمكن في أطراف حاولت أنها تسرق هذه الثورة مثل جماعة الإخوان، أطراف أخرى كما تحدثت حاولت أن تستخدم هذه الثورة لأهداف سياسية أخرى، لكن بشكل عام استطعنا أن نبعد وأن نواجه كل هذه التحديات في ثورة 30 يونيو التي دفعت كل من حاول أن يضر بكيان الدولة المصرية. ثورة 25 يناير قامت من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. ثورة 30 يونيو قامت من أجل الهوية المصرية، وهم ثورتان متكاملتان في أهدافهم. وفي اعتقادي أننا نحتاج بعض الوقت لأن نحقق كل هذه الشعارات الجيدة وأن نصل إلى نظام ديمقراطي سليم في تعددية وفي أحزاب قوية وفي مشاركة شبابية قوية. وفي اعتقادي نحن في الطريق نحو ذلك. ماشي. 25 يناير هو كان يعني في الأساس هو عيد للوطنية المصرية عندما تصدى الشرطة المصرية لقوات الاحتلال الإنجليزي في إسماعيلية. ويعني وده رمز مهم إن الشرطة في هذا اليوم عندما ارتبطت ارتباط واضح بالشعب والوطن، الشعب خلى من اليوم ده عيد بالنسبة له. الأيام لفت، وفي هذا اليوم نفسه خرج الناس يرفضوا سياسات النظام السابق للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فأصبح هذا اليوم عيدا للمصريين كلهم. بعد ما كان عيد للشرطة بس ارتباطا بالشرطة بالوطنية المصرية، بقى أصبح عيدا للوطنية المصرية كلها، تعبير عن إرادة الشعب المصري وقدرته على التصدي للنظام اللي كان بياخده لورا سنين طويلة. العبرة والمثل المهم في عيد الشرطة ان على قدر ارتباط الشرطة بالقضايا الوطنية وارتباطها بالشعب المصري، على قد ما الشعب هيحتفي بيها وهيديها العيد ده ويمد سنوات وسنوات طويلة. وهتبقى ثورة 25 يناير نموذج للارتباط الوطني ما بين الرغبة في التحرر وفي تغيير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسات السلبية، والارتباط بتحرير الوطن ومواجهة الاستعمار في 25 يناير 1952. من داخل قاعة 25 يناير هي قاعة كتبت باسم في البرلمان السابق لتحويل هذه القاعة من اسم إلى قاعة 25 يناير، وهذه ذكرى عزيزة علينا، ذكرى 25 يناير الثورة التي حلم بها المصريين لتحقيق العدل الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، عيش حرية عدالة اجتماعية، ثم كملت بثورة 30 يونيو أو استكمال الثورة في 30 يونيو بإقامة دولة مدنية حديثة. ثورة 25 يناير لم تحكم، والحكم عليها إن هي ما حكمتش بأشخاصها ورموزها حوالين فكرة الثورة ذات نفسها اللي هو مبدأ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. فبالتالي الحكم على الثورة في هذه السنين القليلة حكم خاطئ. الثورة ممتدة إلى أن تحقق مبادئها التي خرج أساسها المصريين في 25 يناير ومحاولة أن فرض العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. البعض بيشوف ان السنه دي هيبقى احتفال بعيد شرطه وليس بثوره 25 يناير، مفيش اي منظم احتفال كالسنوات السابقه. يعني البعض إذا كان يتحدث عن عيد الشرطه، طبعا انا عيد الشرطه من الاعياد اللي كان ليها صدى في قلوب المصريين ابان حجز الاسماعيليه، واحنا بنحتفل بالشرطه، ولكن 25 يناير كثوره مختلف عن عيد الشرطه. 25 يناير هي ثوره بكل معاني الثورات اللي حدثت في عهد المصريين، بانتفاضه شعبيه واسعه ادت الى خروج حاكم او حكام كانوا موجودين ومحاوله فرض حكام جدد لتحقيق عدل اجتماعي.
طيب، كان هذا جزء من آراء من يفترض أنهم يمثلون الشعب المصري الآن، طارق الخولي ومحمد عبد الغني وخالد شعبان، يتحدثون عن ثورة 25 يناير. أحدهم ذهب بأنها ثورة ولم تكن مؤامرة، حاولت جماعة الإخوان سرقتها كما أسماها، وحاولت أيضا استخدام الثورة، ولكنه استطاع بثورة ما أسماها ثورة 30/6 أن يعدل مسار ثورة 25 من يناير مرة أخرى. من يتحدث هو من كان في حركة شباب السادس من إبريل، واعتقل زميلاه أحمد ماهر ومحمد عادل لمدة تجاوزت العامين على يد من جاء بهم هو، ومن أصبح يمثل برلمانهم هو طارق الخولي بعد انقلاب 3 يوليو. محمد عبد الغني يتحدث عن احتفال بعيد الشرطة المصرية والتي يجب أن نحتفل بها مرة أخرى، الشرطة التي ثار ضدها الشعب المصري. خالد شعبان يتحدث عن 30/6 التي جاءت لاستكمال ثورة يناير لتبني دولة مدنية. لا أدري ما هي معالم الدولة المدنية عند سيادة النائب، هل هي بناء 15 سجن أم 60,000 معتقل أم منع إعلاميين أم إيقاف برامج أم ماذا؟ على كل حال أستقبل ضيفي عبر سكايب في هذه الفقرة للحديث عن الذكرى 6 لثورة 25 من يناير، والحديث أيضا عما جاء على لسان من يفترض أنهم يمثلون الشعب المصري الآن. أرحب بضيفي عبر سكايب الدكتور معاذ عبد الكريم، عضو ائتلاف شباب الثورة سابقا. أهلا بك معنا دكتور. أهلا بك دكتور أسامة. طيب، أنت كنت ممن بدأوا شرارة الثورة منذ 6 أعوام، ربما كان طارق الخولي معك في نفس الشارع وقت التظاهر يوم 25 يناير، لا أدري، ولكنك الآن تتحدث من خارج مصر معي عبر سكايب، وطارق الخولي نائب في البرلمان يتحدث أن يناير كانت ثورة وسرقتها جماعة الإخوان المسلمين، وجاءت 30/6 لتعديل مسار هذه الثورة. ما تعليقك؟ في البداية يعني تعليقي ان بداية ان الثورة مستمرة، الثورة هي حالة الشعب خرج فيها ضد الظلم وضد الاستبداد، فمش علينا ان احنا نربط الثورة باشخاص بعينهم. يعني في اشخاص كثيرين كانوا معانا في صفنا وباعوا الثورة. يعني في الحقيقة طارق الخولي كان زميلي في ائتلاف شباب الثورة وكان ممثلا عن حركة السادس من ابريل، لكن طارق الخولي باع القضية وباع الثورة وباع يعني زملائه في الحركة بعد اعتقال يعني كلا الطرفين في حركة السادس من ابريل. في تدليس رهيب جدا لما نتحدث ان في ثورتين، ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو. دي كانت يعني ده امر يحتاج الى يعني فك ارتباط. 25 يناير هو خروج الشعب المصري مصطف صفا واحدا ضد راجل مستبد قعد في السلطة لمدة 30 عام يريد توريث الحكم لابنه. أما 30 يونيو فكان هناك تحرك من بعض الأشخاص ومن القوى السياسية بمعاونة الجيش أو القوات المسلحة من أجل إحداث انقلاب لسيطرة القوات المسلحة على الدولة وفرض نفوذها بشكل كامل على كل المؤسسات. يعني انا سامع تقرير حضرتك كان بيتكلم على ان هو يعمل شركه ادويه. دلوقتي الجيش شغال في شركات الادويه وشركات النقل وشركات النظافه وشغال في كل القطاعات، حتى في استثمارات يعني الصرف الصحي، يعني بين قوسين المجاري. يعني احنا بنقول على ان 30 يونيو كانت انقلاب، كانت التفاف على الثورة، والكل يعلم ذلك والكل يعني أيقن ذلك وفهم المعنى. طب خلونا نفكر مع بعض، إن كانت الثورة 25 يناير خرجت عشان العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وثورة 30 يونيو صلحت هذا المسار علشان كنا ماشيين في المسار الخطأ. طب تعالوا فكروا معانا، أخبار العيش إيه في البلد دلوقتي؟ يعني يا اخوانا مصر اخبارها ايه والاسعار اخباره ايه والدولار راح فين؟ الاقتصاد راح فين؟ فين العيش؟ فين العيش الناس بتاكله؟ فين الحرية؟ فين الحرية مع بناء 11 سجن جديد؟ فين الحرية مع 60,000 معتقل؟ فين الحرية مع الوضع الامني والوضع السياسي اللي موجود؟ طيب، هو النائب خالد شعبان دكتور معاذ كان يتحدث عن الدولة المدنية التي تعيشها مصر الآن. كيف ترى هذه الدولة المدنية بعد 6 أعوام من الثورة؟
لا احنا لازم نسأله هو ايه رؤيته للدولة المدنية؟ الدولة المدنية دي عكس الدولة العسكرية ولا هي عكس الدولة الدينية؟ إذا كانت الدولة الدينية احنا أصلا ما كانش عندنا في مصر دولة دينية، احنا مصر دولة بنص المادة الثانية في الدستورية ديانة الأغلبية فيها الإسلام أو دين الأغلبية فيها الإسلام. أما إذا كنا بنتكلم على وجود دولة حاليا دي مش دولة عسكرية، احنا عايشين مصر معسكر وليست دولة عسكرية. احنا يعني السيسي وصفها بشبه دولة، هو يدار كل شيء في مصر بيد العسكر. العسكر من أول رئاسة مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء حتى الشركات الخاصة. يعني كلنا تابعنا طبعا استقالة المتحدث العسكري عشان يرأس مجلس إدارة مجموعة قنوات إعلامية، حتى العسكر بيفتح شركات إعلام. طيب بيفتح قنوات. طيب في الذكرى الأولى للثورة ولعلك تذكر معي ويتذكر السادة المشاهدين المشادة الشهيرة أو الخناقة الشهيرة التي حدثت قبل يوم 25 يناير 2012، هي ثورة ولا حفلة؟ وكانت هناك مشادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وامتدت إلى داخل الميدان أيضا حول هتافات بتسليم السلطة وبإسقاط حكم العسكر والمجلس العسكري، أم هي احتفالية وكرنفال وكل هذه الأمور؟ بعد 6 أعوام نحن أمام احتفالية عيد الشرطة، لم نسمع عن عيد الثورة. نستمع الآن عن نواب يتحدثون عن عيد الشرطة المصرية التي يجب أن يعود إليها اعتبارها، وعن السيسي الذي سيحتفل بعيد الشرطة مرة أخرى. يا دكتور أسامة، هؤلاء كومبارسات، هم بيمثلوا في مسرحية في مكان سموه البرلمان. يعني هم كل واحد بيمثل نفسه، بيلعب دور، وهو لا يوجد له أي ظهير، لا شعبي ولا له عمق في الشارع زي ما حضرتك متخيل. هؤلاء الأفراد جيهم بمسرحية انتخابات هزلية مع وجود اعتقالات لعدد كبير من الناس ونسبة مشاركة هزيلة. فهؤلاء يمثلون أنفسهم. دول لو بيفهموا أصلا في الدستور ولا في القانون يعرفوا إنها طبقا للدستور اللي هم حلفوا عليه، اللي هم أصلا يعني ما يعرفوش هم حلفوا على إيه. بينص على إن 25 يناير هي ثورة الشعب المصري ضد النظام المستبد. طيب دكتور، فهم عندهم أزمة. أما السيسي والإدارة العسكرية أنا بصراحة متفهمهم جدا، ومتفهم ان هم من اول يوم قامت هذه الثوره طيب وهم ضدها. ربما يعني نتفهم كل هذا واتفهم ذلك معك، ولكن ما لا افهمه ولا يفهمه الكثيرين ممن يعارضون هذا النظام العسكري في مصر، او حتى دعنا نوسع القاعده ممن ينتمون لثوره 25 من يناير. اين انصار ثوره 25 من يناير في هذه الذكرى؟ لا فعاليات، لا دعوات، لا مؤتمرات حتى تجمع فصائل الثورة مجتمعة. لماذا؟ طيب أنا هتكلم في النقطة الأول اللي هي فكرة هل الإدارة العسكرية أو السيسي وطنطاوي وعنان وكل الناس دي هل كانت ترى 25 يناير ثورة؟ هؤلاء في لقاءات سابقة كانوا يتحدثوا إن إحنا أصلا اللي كان لنا دور كبير في إزاحة هذا النظام. فهؤلاء لا يروا إن خروج الشعب المصري له أي قيمة. هؤلاء يعني هم دول من يعني هم من اشاعوا في الاعلام اكثر مره انها نكبه، انها مشكله، انها ازمه بالنسبه لهم، لانها اثرت بشكل كبير وعلت الوعي عند المواطن ان المواطن هو صاحب الحق في هذا الوطن. اما بنتكلم بقى على الذكرى السادسه والوضع ولماذا لا يوجد تحركات، في الحقيقه في أزمة كبيرة في مصر، وفي أزمة كبيرة عند الشباب، وفي أزمة كبيرة بوجود وضع صعب للغاية، إن كان أزمة اقتصادية طاحنة يعني طوال السنوات السابقة، أو الأزمة الأمنية، القبض على عدد كبير من الناس وإيداعهم في السجون منذ فترة طويلة. يعني احنا بنتكلم من أغسطس 2013 لغاية دلوقتي. بالعافية طلع 1-2 في الفترة اللي فاتت. يعني محمد عادل العميد ميت، وأحمد ماهر في النهاية عدد ضخم جدا داخل السجون. نعم. النظام السيسي استطاع بشكل أو بآخر
ان هو يبني حاجز من الخوف داخل المصريين. أشكرك. وده يجي دور الاعلام. أشكرك شكرا جزيلا دكتور معاذ عبد الكريم، وربما لنا لقاء آخر حول هذه النقطة تحديدا، وهذا الملف سيتم تناوله في نافذة على مصر يوميا بشكل مستمر حتى الذكرى السادسة. أشكرك شكرا جزيلا معاذ عبد الكريم، عضو ائتلاف شباب الثورة سابقا، كنت معنا عبر سكايب. ونتوقف عند آراء المواطنين في الشارع المصري حول ثورة 25 من يناير، ما إذا كانت انتهت أم لا زالت مستمرة. نتابع. ان شاء الله راجع تاني، عشان اللي احنا فيه كده يعتبر الغلا والحكومه مفيش يعني ايه، والشعب زي ما تقول ايه مثلا عريس، يعني العروسه دي عريس، الحكومه دي عريس والشعب العروسه، في اي وقت يطلق او يضرب مش اشكال يطلع بره البيت. ده رايي. تاني حاجه لغايه الان مجلس الشعب عمال ينادي ان ينقال الحكومه يكونوها، مفيش استجابه ولا من هنا ولا من هنا، والشعب اللي ضايع في النص بين مجلس الشعب وبين الحكومه للاسف الشديد. شايف ان الشباب هيكملوا ولا مش هيكملوا؟ والله انا حاسس ان شاء الله في ثوره. ايه؟ راحت ضاع خلاص، مفيش حاجه اسمها ثورات تاني. ثوره يناير بقى راحت بلا رجعه، احنا بنتكلم على ايوه راحت بلا رجعه خلاص، مفيش. لان في استقرار في استقرار. احنا كنا بندور على حريه، في حريه دلوقتي، الشارع الناس كلها ماشيه كويسه، مفيش مشاكل. خدت بال حضرتك ايه شويه غلاء، الغلاء ده كله مقدور عليه، حاجات كلها مقدور عليها يعني مفيش فيها اي حاجه. ممكن حضرتك تبقى قادر على الغلاء غيرك مش قادر؟ لا حضرتك انا شايف الاسعار يعني مفيش فيها يعني تفاوت كتير. الثوره 25 يناير راحت بلا رجعه. 25 يناير 2017 مفيش 2011 مفيش ثوره تاني خلاص. مفيش ثوره تاني ولا البلد تستحمل ثوره. تمام. ليه؟ في استقرار في البلد وخلاص. امان واستقرار في البلد ده اهم حاجه في البلد. طب الناس التعبانه او الشباب اللي هيقوموا بمظاهرات او هيقوموا بثوره 25 يناير تقول لهم ايه؟ الشباب كله ده مؤجر، متاخد فلوس وطالع لي كده، ولو الشاب تمسكيه يفهم حاجه ما لا يفقه شيء، ابيض لا يفقه شيء في البلد ولا يعرف ايه في البلد. طيب. شباب مستاجره ما فيش فلوس، قاعد طول النهار على القهوه بياخد فلوس وعايز فلوس وخلاص. ولا راحت بلا رجعه؟ لا هي راجعه بعزيمه الشباب ان شاء الله. ليه؟ يعني في ناس كتير المطالبه ما اتحققتش، فاكيد مش هيسكتوا على مطالبهم. زي يعني هو البلد زي ما هي مفيش حاجه اتقدمت، حصل ثوره ورجعنا للاستقرار تاني الحمد لله، بس المطالب ما اتحققتش. هتعملوا ايه لما تنزلوا؟ لا دي حاجه مش واحد بس اللي يقولها، دي يعني واخده ناس كتير قوي، الشعب كامل. شايف ان في ناس بتيجي هنا وبتقول ان مفيش مجاعه ومفيش ثوره مجاعه والدنيا حلوه ومش عارفه كويسه. لا هو ومفيش ثوره جايه. لا هو من ناحيه الاسعار مش كويسه، دي اول حاجه، بس من ناحيه بيقول لك في الناس عايشه ومرتاحه وكده، هو أهلا بكم. مقتل 5 جنود مصريين برصاص مسلحين وسط سيناء. قتل 5 جنود بالجيش المصري برصاص مسلحين مجهولين بوسط سيناء شمال شرقي البلاد وفق مصدر أمني. وقال المصدر للأناضول إن مسلحين مجهولين اعترضوا سيارة أجرة تقل ركابا من بينهم جنود على طريق بالقرب من منطقة الحسنة بوسط سيناء، وقتلوا 5 جنود بالجيش قبل أن يلوذوا بالفرار. لمزيد من التفاصيل حول ما يحدث داخل سيناء ينضم إلي عبر سكايب الدكتور يحيى عقيل عضو البرلمان المصري بالخارج. أهلا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا بك دكتور أسامة ومشاهدين القناة الكرام. أشكرك يا فندم. نزيف الدماء لا زال مستمر، وهذه المرة جنود من القوات المسلحة مرة أخرى. إن كان لديك تفاصيل أكثر عن هذه العملية. هذه العملية تتم في منطقة وسط سيناء، وهي منطقة يعني بعيدة نسبيا عن دائرة الأحداث. نعم. وإن كان في من وقت إلى آخر بيتم فيها عمليات، لأنها منطقة جبلية بالمرة، ومنطقة تحيط بها الأودية من كل الجوانب. لكن الغريب في هذه العملية أن الجنود كانوا بلباس ليس بلباس سفر ولا باللباس الرسمي، إنما كانوا بيلبسوا يعني ترنجات رياضية وحاجات زي كده. ويعني هذا يعطي رسالة أن قضية الحالة الأمنية في سيناء هي قضية حكم عليها بالفشل تماما. وإذا يعني قارنا دكتور أسامة يعني 20 يوم التي مرت في سنة 2017، في أول 2017 سندها الأكثر دموية على مدار ال3 سنوات، بمعنى أن الحالة
تتقهقر للخلف وتتراجع في سيناء، وليست حالة متقدمة ولا حالة يعني تنبئ بحدوث استقرار أو تقدم في الحالة الأمنية هناك. دكتور، هؤلاء الجنود، لأن في كل عملية يثار خلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، هل هؤلاء الجنود متورطين في قتل أهالي سيناء والتنكيل بهم، أم أنهم من حملة الشهادات والمؤهلات العليا وهذا تجنيد إجباري ولا ناقة لهم ولا جمل بما يحدث داخل القوات المسلحة؟ قولا واحدا، الذين يضحى بهم في سيناء هم أبناء الأقاليم، أبناء الفلاحين الذين هم خريجوا الجامعات ولم يتلقوا تدريبا عسكريا إلا لمدة بسيطة، أسبوع أو أسبوعين أو شهر، ثم يقذف بهم في غياهب سيناء ليقتلوا وليتاجر بدمائهم. هؤلاء ليسوا من العسكريين، وإذا كانت الإرادة السياسية تريد أن تسيطر في سيناء فكان يجب عليه أن تدفع بعسكري النخبة، خريجي الكليات الحربية وأعضاء فرق الصاعقة وأعضاء فرق المخابرات 3 سبعات و3 تسعات وهكذا. لكن أن يزج بهؤلاء البسطاء ثم يضحى بهم، يعني قولا واحدا هؤلاء من العساكر البسطاء، يعني لا ناقة لهم ولا جمل، وهؤلاء قد يكونوا من أشهر بسيطة هم من يتظاهر ضد عبد الفتاح السيسي وانقلابه في سيناء. طيب دكتور، نعم، لماذا لم يصدر بيان عن المتحدث العسكري أو وزارة الدفاع حول هذه العملية؟ يعني المتحدث العسكري يعني لا يحاسب أو لا تدرس حالته، لأنه في كثير من الحالات يعني مرت دون أن يخرج بيانا عسكري، يعني أن يخرج بيانا رسميا أو بيانا حتى إعلاميا في حالات أكثر فجادة. يعني يكفي أن تقول حضرتك أن هناك 3 جنود للآن مختطفين لمدة تزيد على 15 يوم ولم يصدر بيانا بهم ولا بأسمائهم ولم يخبر أهاليهم، وأعلن عن مقتل 10، أعلن عن أسماء 6 وأسماء 4 آخرين. الناس في سيناء يعني الكل متألم، لأن المختطفين قسريا يزيدون عن يعني 300 اسم، 300 شخص مخفيين قسريا، وهناك 4 جثث أعلن أنهم قتلوا. لمن هذه الجثث لم يعلن ولا يتحدث ولا يبأ بهذه الحالة، وأظن أنه فقط جنود ليس بهم ضباط كبار حتى يهتم المتحدث العسكري فيخرج بهم بيانا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور يحيى عقيل، عضو البرلمان المصري بالخارج، كنت معنا عبر سكايب. ونافذ على مصر، حلقتنا مستمرة بعد الفاصل، فابقى معنا. تأثر الشاعر إلياس أبو شبكة بشخصية خيالية وردت في المقامة البشرية لبديع الزمان الهمذاني، وهي شخصية بشر بن عوانة الذي نشأ فقيرا في قومه، ولكنه كان مع فقره فارسا شجاعا مقداما، وتقدم لخطبة فاطمة ابنة عمه التي كانت ذات حسن وجمال، ولكن عمه طلب 1000 ناقة من نوق خزاعة، لأنه يعلم أن الطريق إلى خزاعة فيها أسد يهاب الناس فتكه، ولكن بشر امتطى فرسه ومضى لا يهاب شيئا. فيقول الشاعر: أتجهل قدر بشر إن بشرا لأرفع منك في الناسوت قدرا، نما بين الأباعر في البرار وغير الكهف لم يعرف مقرا، وحين جدى انتضى السيف المروى وقال انبت فإنك لن تفرا، فلست براجع يا ليت حتى يصر بك الذباب الغث صرا، أفاطم لو شهدت ببطن خبط وقد لاقى الهزبر أخاك بشرا. والناسوت كلمة سريانية تعني الناس، والأباعر جمع الجمع للبعير وهي الجمال، ومعنى جدى أي ثبت قائما. أما الهزبر فهو الأسد الكاسر، فما مضى بشر إلا وقد قتل الأسد. وتنتهي القصة بأن يتزوج بشر فاطمة التي خاطر من أجلها.
أهلا بكم. حلقتنا مستمرة فيها زيارة نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية إلى القاهرة. نسلط الضوء على هذه الزيارة وأبعادها بعد تقرير الزميل أحمد يحيى. العاصمة المصرية القاهرة تستقبل أكبر وفود حركة المقاومة الإسلامية حماس بقيادة إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي للحركة. وحسب مصادر أمنية أن مطار القاهرة استقبل في قاعة كبار الزوار هنية والمرافقين له في زيارة من المزمع لها أن تستمر عدة أيام لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، لا سيما معبر رفح البري أحد أهم أبواب الحياة لسكان قطاع غزة المحاصرين. وسيلتقي إسماعيل هنية مع خالد فوزي رئيس المخابرات العامة المصرية الذي سيناقش معه مسألة إنهاء الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس والقضايا المتعلقة بالحدود بين مصر وقطاع غزة. جدير بالذكر أن العلاقة بين الدولة المصرية متمثلة في نظام السيسي الذي أتى بانقلاب عسكري قد شهدت أوج توترها وخلافها مع حركة المقاومة الإسلامية حماس بصفتها أحد أفرع جماعة الإخوان المسلمين حول العالم، وكانت على علاقة وطيدة بنظام الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي الذي انقلب عليه الجيش في 3 يوليو 2013. وقد وجه النظام الانقلابي في مصر جام غضبه على حماس واتهمها بعدد من التهم تتعلق بالأمن الداخلي للدولة المصرية، وهي الاتهامات التي رفضتها حماس جملة وتفصيلا. وكان هنية قد غادر القطاع متوجها لأداء فريضة الحج في العام الماضي، ثم توجه بعدها إلى دولة قطر ليمكث هناك. ومن المنتظر أن يغادر القائد الحمساوي القاهرة إلى قطاع غزة بعد إنهاء زيارته القائمة. وتحاول حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تضع حلولا سياسية لتغيير الأوضاع الصعبة التي يعيشها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني محاصرين داخل قطاع غزة منذ ما يقارب العقد من الزمن. أرحب بضيفي معي في الاستوديو دكتور ماجد عزام المحلل السياسي. أهلا بك معنا دكتور. كيف ترى زيارة إسماعيل هنية للقاهرة في هذا التوقيت؟ يعني أنا أعتقد أنه حتى مصطلح زيارة هو نسبي، يعني السيد إسماعيل هنية لا يستطيع أن يعود إلى قطاع غزة إلا عبر الأراضي المصرية. يعني السؤال لو كان بإمكانه، لو ثمة طريق أخرى، هل كان سيمر على القاهرة مثلا؟ هو مضطر للمرور على القاهرة، وتعرف أنه من الصعب أن يمر على القاهرة دون أن يكون هناك لقاءات ما مع الجانب المصري، لكن مصطلح زيارة حتى غير دقيق. جميع التقارير الصحفية وقيادات حركة حماس حتى تتحدث عن زيارة برئاسة إسماعيل هنية ووفد من حماس يذهب إلى القاهرة. ليس هناك زيارة. من فترة كان السيد موسى مرزوق أيضا في القاهرة، ويمكن الحديث هكذا عن زيارة. يعني السيد موسى مرزوق ناقش ملفات أيضا ذات طابع أمني، لكن بعيدا عن هذه الشكلية أنا تحفظ. يعني أنا أعتقد أنه لو كان هناك طريق أخرى لعودة لقطاع غزة ربما لما مر إسماعيل. يعني هو مر على القاهرة ترانزيت فقط حتى يذهب إلى الدوحة، لن يتقابل مع مسؤولين هناك أو يتباحث حول أمور تتعلق يعني بحماس. الزيارة إذن الزيارة اللي قدمته حماس عند خروج إسماعيل هنية هذا صحيح. كان السيد إسماعيل هنية يريد أن يخرج لأداء الحج ليس للدوحة، كان ذهب إلى الحج وذهب مرور بالقاهرة، هذا صحيح. والآن عندما يعود كيف يمكن لنائب رئيس المكتب السياسي ورئيس حكومة السابق أن يمر إلى غزة دون أن يلتقي مع مسؤولين مصريين؟ لكن يجب أن ننتبه أنه الملف كله، العلاقة نفسها هي علاقة أمنية، النقاشات كلها هي نقاشات أمنية، لا يتم مناقشة أي قضايا سياسية. الحديث عن مصالحة غير صحيح. مصر تخلت عن دورها في الوساطة بين فتح وحماس. مصر رفضت أن تعقد أي لقاء. يعني تخيل مثلا أنه في شباط فبراير من العام 2015 رفضت أن تعقد لقاء بين 2016 بين موسى مرزوق وعزام الأحمد في القاهرة، رغم أن أبو مرزوق كان مريض وعزام الأحمد كان يريد أن يعودوا. مصر تخلت عن الوساطة بين حماس أو المقاومة الفلسطينية وإسرائيل. هل ترى علاقة بين زيارة وفد من حركة ما بعد حرب غزة منذ شهر ونصف تقريبا إلى القاهرة وحديث عن مصالحة وفد من حركة الجهاد زار مصر مؤخرا، وبين زيارة قيادي بحجم إسماعيل هنية ورمزية إسماعيل هنية إلى القاهرة؟ ليس هناك كما قلت، يعني أنا أتحفظ على مصطلح زيارة. هناك لقاءات تحدث في الذهاب والعودة إلى قطاع غزة، ليس هناك علاقة مباشرة بين الزيارتين. النقاش بين مصر تخلت عن دورها في الوساطة في القضية الفلسطينية، مصر تخلت عن دورها بالمعنى الخارجي بين الفلسطينيين وإسرائيل. مصر تخوض مع حماس حوار أمني فقط، والمطالب التي تطرحها حماس هي ذات جانب أمني فقط. لا يتم الحديث عن مصالحة، لا يتم الحديث عن قضايا ما تتعلق بإسرائيل وساطة في استحقاقات الحرب بما يتعلق بالميناء والمطار والتأمين
المتحدة وما إلى ذلك. النقاش بين مصر وحماس هو أمني فقط، ويتعلق بالمأزق، مأزق النظام في مواجهة داعش وعجزه عن تحقيق انتصار أو حتى إضعاف داعش في سيناء، أو طلب مضطرا مساعدة من حماس في هذا الملف. طيب، القيادي في حركة حماس صلاح البردويل في حوار مع موقع عربي 21 تحدث أن هذه الزيارة ربما تضع النقاط على الحروف بخصوص الترتيبات المستقبلية في العلاقة وتطويرها ما بين غزة ومصر، وقال أنه لا شك أنه قياسا بالسنوات الأخيرة هناك تحسن في العلاقات والأوضاع بين القاهرة وغزة، انعكس ذلك بشكل إيجابي على حركة المرور في معبر رفح الحدودي، وزاد عدد مرات وأيام فتح المعبر بشكل ملحوظ. يعني العبارة الدقيقة أنه قياسا، يعني العلاقة كانت مقطوعة والآن هناك اتصالات بين الطرفين. الأمر نفسي، لا نتحدث عن علاقة جيدة بين حماس والقاهرة، هذا الأمر. الأمر الآخر أنه الحكومة المصرية والنظام المصري قام بتسهيلات تجاه قطاع غزة حتى نهاية نوفمبر مع عقد مؤتمر فتح. من يتذكر أنه طوال ديسمبر لم يفتح المعبر إلا فتح في بدايته، ونحن الآن عاد المعبر إلى روتينه الطبيعي، كل شهر ونصف يفتح مرة. يعني آخر مرة فتح في أول كانون أول ديسمبر، ونحن الآن في نهاية كانون ثاني يناير ولم يفتح المعبر. قدم النظام المصري تسهيلات لتلميع محمد دحلان وربما لإغراء حماس في تعاون أمني يتعلق بداعش. لكن عندما عقد محمود عباس مؤتمر فتح وبدأ أنه يتجاوز دحلان، أو بدأت كأن صفحة دحلان طويت في المشهد الفلسطيني، لم يعد هناك أي تسهيلات. من يتذكر أنه في نوفمبر فتح المعبر 3 مرات خلال شهر، يعني معدل يومين أو 3 كل 10 أيام. لكن من بداية كانون ديسمبر إلى الآن يعني تقريبا شهر ونص أو 50 يوم لم يفتح المعبر ولو طيب مرة واحدة. رمزية إسماعيل هنية أن يكون إسماعيل هنية في القاهرة للقاء مدير المخابرات وفقا لتقارير رسمية مصرية، وربما يلتقي بقيادات أمنية أو سياسية أخرى لا ندري، سيظهر في الأيام المقبلة. رمزية وجود إسماعيل هنية في القاهرة. ليس هناك لقاءات سياسية بين القيادة المصرية. هل يعني لك شيء؟ هل يعني لك متغير في العلاقة المصرية يعني مع حركة حماس؟ القناة هي أمنية. الوفود الفلسطينية باستثناء الوفود الرسمية، يعني الرئيس محمود عباس، لكن وفود الفصائل لا تلتقي مع أي مسؤول سياسي مصري. هذا والملف ما زال عند المخابرات. واحدة من الثغرات الدفوهات اللي كانت في العمل الفلسطيني المصري، خصوصا رأينا المستوى الضحل لمسؤول المخابرات في التسريب الشهير مع محمد دحلان. الأمر الآخر أنه أعتقد أنه النظام المصري ومن ناحية أمنية أيضا، يعني يجب أن نتذكر أنه الأنظمة العربية في عز القطيعة بينها كانت تحتفظ بقناة أمنية. النظام المصري يفكر بعقلية أمنية، يريد الاحتفاظ بقناة مع حماس. الأمر المهم، إسماعيل هنية مرشح جدي لكي يكون رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وأعتقد أنه بعد ما استقبلت السيد موسى مرزوق تستقبل السيد إسماعيل هنية أو تلتقي. ما العلاقة بين ترشيحه كرئيس مكتب سياسي وبين وجوده في القاهرة؟ يعني شخص مرشح لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس ويعود إلى غزة، ألا تلتقيه القيادة المصرية إذا صار؟ يعني هذا مرشح أمنيا أم سياسيا؟ أمنيا. ليس هناك أي لقاءات سياسية بين القيادة المصرية والفصائل الفلسطينية. اللقاءات السياسية تحصل فقط مع الرئيس محمود عباس بصفته سياسية. طيب. مع الفصائل ليس هناك أي لقاءات سياسية على مدار السنوات الماضية. ألم يكن هناك موسى أبو مرزوق يذهب إلى القاهرة ويتحدث في الملف الأمني؟ لماذا هذه المرة إسماعيل هنية؟ إسماعيل هنية لأنه يعود إلى غزة. لو إسماعيل هنية مقيم في الدوحة أو مقيم في أي مكان آخر في بيروت، هل سيذهب؟ هذا هو السؤال الافتراضي اللي لازم نفكر فيه. لو إسماعيل هنية لا يمر إجباريا بالقاهرة إلى غزة، القاهرة كانت المخابرات تفكر في استقباله بصفة مرشح. الرجل الذي طالما هوجم على شاشات الفضائيات المصرية وطالما تحدثوا حتى عن تسريبات حماس هوجم. دعني أكمل بينه وبين خيرت الشاطر، وتحدثوا أنه الذراع الأهم لجماعة الإخوان المسلمين داخل قطاع غزة إسماعيل هنية. بكل بساطة المخابرات العامة تتنازل عن كل ما سبق وتقابل إسماعيل هنية بعد أيام وحتى بعد ساعات على إعلان النائب العام اتهام حركة حماس رسميا باغتيال النائب العام السابق. ذهب وفد من حركة حماس. نحن نتحدث عن حركة حماس، كانت هناك قطيعة، والآن القاهرة تستقبل وفود من حماس على خلفية أمنية. النقاش لم يصل إلى السياسة بأي حال من الأحوال. النقاش كله أمني وكله يتعلق بالوضع في سيناء. يعني يطلب دعم من حماس في سواء المعلومات أو ضبط الحدود أو حتى تسليم أشخاص، لكن الانفتاح حصل على حماس. كيف ترى هذا التناقض؟ يتهمونها بالإرهاب وبأنها وراء العمليات الإرهابية والتفجير داخل العاصمة المصرية، ثم يتقابلون مع قيادته. يعني النظام يعاني شيزوفرينيا.
الأمر نفسه يمكن قوله على قضية محمد أبو تريكة اللي برأوا القضاء في قضية مصادرة أمواله أو التحفظ على أمواله ثم وضع على لائحة الإرهاب. أعتقد أن النظام يعاني، وهو لولا المؤزق في سيناء وفكرة الانفتاح أو تعويم دحلان ليعود إلى المشهد السياسي، وهذا لا يمكن أن يمر بدون غزة حيث يتمتع دحلان بوجود، لما كانت استنفت العلاقة. لكن أنا اللي بإمكاني التأكيد أن الانفتاح حصل مع حماس قبل هذه الزيارة. تعرف مجرد الموافقة على أن يخرج إسماعيل هنية ويذهب إلى الحج كان تعبير عن الانفتاح تجاه حماس. لكن بإمكاني التأكيد أن كل اللقاءات لم تتعدى الجانب الأمني، وفي الجانب الأمني لا يتم الحديث إلا عن سيناء وداعش. يعني نتحدث عن نظام فشل في مواجهة داعش ولا يريد أن يفهم انه التصدي لداعش ليس امني. لا يمكن هزيمه داعش بادوات امنيه عسكريه، لا يمكن للنظام استبدادي ان يربح المعركه في مواجهه داعش. ذكرت بعض التقارير الصحفيه ان تردي الاوضاع المعيشيه في قطاع غزه في المرحله الماضيه ربما هو أحد الأسباب، أو ربما يتم مناقشته على الطاولة بين إسماعيل هنية وبين من سيلتقيه في مصر لرفع الحصار ولو قليلا عن قطاع غزة. يعني أنا أفهم أنه ضمن الحزم هذا أحد الأسباب صحيح، لكن العلاقات مزرية في غزة منذ فترة طويلة، الحصار منذ فترة طويلة، والمعبر بعد الانقلاب كان مغلق لفترة طويلة، والأوضاع في غزة سيئة وكارثية لفترة طويلة. نعم. لكن الحزمة أنه مو يمكن مناقشة تسهيلات مصرية وتحسين الحركة وحتى إدخال بعض البضائع إلى قطاع غزة، وربما حتى التغاطي عن نشاط بعض الأنفاق. لكن جوهر النقاش هو أمني يتعلق بطلب دعم أو مساعدة من حماس فيما يتعلق بالحدود، فيما يتعلق بالأنفاق، فيما يتعلق بتسليم أشخاص. يعني يتم الحديث عن طلب تسليم من 15 إلى 20 شخص، وتصور أنه يعني وصل الأمر حتى إلى طلب مساعدة ميدانية من حماس. هذا أمر لا يمكن أن تفعله، مساعدة ميدانية في مواجهة داعش لمعرفتهم بالمكان، لمعرفتهم بالجغرافيا، لمعرفة التركيبة السكانية. وصل الأمر إلى هذه الدرجة. المخابرات العامة تطلب من حماس مساعدتها طبعاً أمنيا، طبعاً. والنظام السياسي والقضاء يتهم حماس بالإرهاب. صحيح، هذا أمر سوريالي ضمن أمور سوريالية كثيرة تحصل في من أنظمة الاستبداد. يعني تخيل، طب يعني ألا تطلب المخابرات العامة من القضاء ومن القيادة السياسية في مصر لا تحرجونا مع من نلتقي بهم من حماس؟ يعني أوقفوا سيل هذه المحاكمة. سلطة موز مرة المخابرات السورية اعتقلت واحد من الناشطين وصادرت من عنده أشرطة للشيخ إمام ونجم. في نفس الوقت كان إمام ونجم في سوريا بغنوا وبنشد وصادروا أشرطة. يعني الأنظمة البوليسية أحيانا تتصرف بشكل سوريالي، أحيانا تتصرف بشكل فيه شيزوفرينيا، فيه انفصام، أمر تتخيل لا يمكن فهمه. النائب العام اتهم حماس بالمسؤولية عن اغتيال النائب العام السابق، وبعد أيام كان وفد رسمي من حماس منذ سنة تقريبا في القاهرة. ملف المصالحة الفلسطينية وهي التي طالما تحدث عنها السيسي وأشار إليها كثيرا، سواء مصالحة فتحوية أو مصالحة حماس وفتح، ألا يمكن أن يكون على طاولة المفاوضات في هذه الزيارة؟ يعني النظام المصري نفض يده من الموضوع الفلسطيني بشقه الداخلي وبشقه الخارجي المتعلق بإسرائيل. أحيانا تم يعني في خطاب أسيوط اللي تم ترتيبه مع توني بلير وكان غرض منه جلب هرتزوغ إلى الوزارة أو توسيع حكومة نتنياهو عمليا بصق في أوجههم ودخل ليبرمان للحكومة. أحيانا يتم استخدام القضية الورقة الفلسطينية لتحقيق مقاصد داخلية كما كان يحدث مع كل أنظمة الاستبداد. حتى فكرة يعني عندما تم الحديث أن المصالحة مع حماس مرتبطة أولا بالمصالحة بين دحلان وأبو مازن، كانت مرتبطة بتعويم دحلان، وأن دحلان هو المناسب لكي يكون خليفة أبو مازن. دحلان هو حفتر با يعني ضمن تعميم الثورة المضادة بالعالم العربي. حتى القناة اللي مسميها دحلان الغد العربي كان مديرها واحد من قيادات الفلول الإعلامية اللي كان بحط الكاميرات في التحرير يوم التحرير، عبد اللطيف المنياوي، والاسم نفسه ماخذ من سيف الإسلام القذافي اللي كان فقرة عنده وهم اسمه ليبيا الغد. قصة المصالحة الفلسطينية وحتى التسوية مع إسرائيل طرحت في البداية المصالحة بين محمود عباس ودحلان لكي يتم تعويم دحلان. ليس هناك مصالحة بين حماس وفتح. مصر لا تقوم بشيء. كيف يمكن القيام بمصالحة بين حماس وفتح ومصر تخوض حملة إعلامية ضد حماس؟ كيف يمكن الخوض في مصالحة ومعبر رفح أساسا هو مغلق؟ كيف يمكن الخوض في المصالحة والوضع في غزة كارثي؟ يعني يصل إلى الأوضاع مزرية. هناك من تحدث دكتور، والله لو جاء إسماعيل هنية أو خالد مشعل أو أكبر قيادات حركة حماس إلى القاهرة يوميا، طالما ظلت العلاقة متوترة بين السيسي وبين الإخوان المسلمين في مصر، فلن يرفع الحصار. هذا صحيح، هذا صحيح. قبل مصر ولن يتغير شيء. النظام إقصائي
تجاه الإسلاميين علاقاته الإقليمية وعلاقاته هو لا يفصل بين حماس والإخوان. علاقاته الإقليمية وعلاقاته الدولية قائمة على أساس معاداة التيار الإسلامي، استئصال التيار الإسلامي. يمكن أن يقوم بعلاقات مع بعض حركات إسلامية للتمويه أو القول أنه ليس ضد الإسلام السياسي أو ليس ضد الإخوان المسلمين، لكن هو حربه ضد الإخوان المسلمين هو يقوم بالإقصاء ودعم كل التيارات الإقصائية في العالم العربي اللي تخوض حرب ضروس ضد الإسلام السياسي أو ضد الحركة السياسية الإسلامية، وهو اضطر للعلاقة مع حماس نتيجة مأزقه في مواجهة داعش في سيناء. طيب إن كنت تشير إلى أن النظام ربما يتحدث أو يطلب من حماس دعم أمني داخل سيناء، فلماذا لا يطلب منها تقريب وجهات النظر بينه وبين جماعة الإخوان؟ لأنه هو في مصر ماخذ قرار حاسم، ليس هناك إمكانية للتعامل مع الإخوان، ويعرف أنه لا يمكن التسوية أو الوصول إلى تسوية دون تقديم تنازل سياسي، ويعرف أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية دون إعطاء الإخوان الحق الطبيعي في ممارسة العمل السياسي، وهو ليس بصدد هذا الأمر، وهو لا يتعاطى مع حماس هنا بصفة إخوان مسلمين، يتعاطى بصفتها تنظيم سياسي فلسطيني يريد أن يطلب منه معونة أمنية، لكن في الخلفية هو يفهم أنه حماس هو الإخوان المسلمين، وأنه لا يمكن أنه ينسلخ عن جلده في معاداة الحركات الإسلامية ومعاداة الإخوان المسلمين. لاحظ أنه بس العلاقة مع حماس ارتبطت بالمأزق في سيناء والفكرة في تعويم محمد دحلان اللي يبدو طويت، بدليل أنه التسهيلات اللي قدمت لرفح في تشرين 2 نوفمبر توقفت تقريبا، والآن المعبر عاد إلى وتيرته العادية، كل 50 يوم بيفتح مرة. هناك من زايد على زيارة السيد إسماعيل هنية إلى القاهرة، وتحدث هنية في القاهرة فإن ذهبت رابعة، في إشارة إلى أنه تنازل عن مظالم جماعة الإخوان في مصر وذهب إلى غريب. يعني أنا لا أفهم أنه هنية يعود إلى غزة عبر القاهرة وتنازل عن رابع. هل هنية وحتى حركة حماس دافعت عن الانقلاب؟ هل سوغت الانقلاب؟ هل قدمت مبرر شرعي للانقلاب؟ السيد إسماعيل هنية يعود إلى غزة، الأوضاع في غزة مزرية، لابد ومصر يعني يجب أن تقوم بمسؤوليات أخلاقية وسياسية تجاه قطاع غزة على الأقل في موضوع المعبر، لكن في الموضوع العربي بشكل عام حماس لغتها متوازنة، تتحدث إنه عن تسويات وتتحدث عن مصالحات، وهي ضد الإقصاء وهي مع إعطاء الشعوب الحق في تقرير مصيرها. يعني لا يمكن المطالبة بحق تقرير المصير والكرامة للشعب والاستقلال وتقرير المصير والكرامة للشعب الفلسطيني ونكران ذلك عن الشعوب العربية. طيب على مدار عامين تقريبا فتح المعبر تقريبا 41 يوم في 2000 نعم في 2015 2016 صحيح تقريبا صحيح 41 صحيح يوم، وبالرغم من ذلك ربما عدد زيارات وفود حركة حماس إلى القاهرة قاربت على 41 يوم في العامين. أين نقاط القوة التي تمتلكها حماس في التفاوض مع المخابرات العامة أو مع الأجهزة الأمنية المصرية؟ يعني أولا لا يمكن، تعرف رابين كان له عبارة مشهورة أنه يحلم أنه غزة تغرق في البحر، لا يمكن أنه غزة تغرق في البحر. ثانيا الأوضاع في غزة مزرية جدا، ويمكن أن يحصل انفجار في قطاع غزة في أي وقت، يمكن أن يحصل هذا الانفجار بالاتجاه المصري أو بالاتجاه الإسرائيلي، أو يحصل حرب قد يكون النظام فيها محرج أو قد يضطر إلى التدخل ومساعدة حماس. الأمر الآخر ما كانت مصر لتعيد العلاقة مع حماس إلا نتيجة الوضع الأمني. يعني حتى إذا بدنا نحكي عن ألف وباء قصة دحلان باء، القصة الأساسية هي الورطة الأمنية في مواجهة داعش، العجز عن تحقيق انتصار حاسم أو حتى عن اجتذاذ داعش في سيناء. هم يتخيلوا بمنطقهم الأمني إنه حماس هي تتعاون مع داعش، هذا غير صحيح. طبعا في علاقات مع ناس في غزة سلفيين وداعش، هذا صحيح، وحماس اعتقلت في الفترة الأخيرة مجموعة عشرات السلفيين، وهذا سبب يعني رفع اللهجة من داعش ضد حماس. لكن تخيل النظام بقوة وجبروت عاجز عن المواجهة من داعش ويطلب دعم أمني من حماس. حماس على فكرة طول الوقت كانت تتحدث مع كامل تحفظنا على الخطأ هون أو هون، وأنه العمل الأساسي يجب أن يتم بالذهاب للمصالحة مع محمود عباس ليس مع أي طرف آخر، لكن كانت تقول أنها هي بإمكانها ضبط الحدود وبإمكانها التعاون الأمني وبإمكانها التأكيد أنه أصلا طول الوقت كان السلاح بيجي من سيناء لغزة. يعني غزة ما بيطلع منها السلاح باتجاه سيناء، سيناء أصلا مستودع سلاح. السلطات المصرية نسيتها قديش من 79 80 40 سنة نسيت سيناء، ونيسا سينا كان فيها تهريب سلاح وكان فيها تهريب مخدرات وكان فيها تهريب بشر لاجئين، وكانت عمليا ساحة متروكة أمنيا. بإمكان حماس قالت أنها مستعدة للتعاون مع القاهرة في الموضوع الأمني للتأكد أن الوضع مضبوط، مستعدة لتقديم يعني دلائل محسوسة على أن الوضع في غزة مضبوط، وأن غزة لا تمثل تهديد أمني لا على مصر ولا سينا طول الوقت. لكن المشكلة أنه النظام في البداية كان يعتقد أنه يستطيع سحق داعش ويستطيع تناسي غزة كلها، أو يستطيع أنه طنجرة الضغط يبقي النار على طنجرة الضغط في غزة. ثم عندما فشل فهم أنه الانفجار قد يتأثر منه سلبا، وفهم أنه هو محتاج أيضا يعني حتى بعيدا عن قوة الضعف
نحن بنتكلم عن جيران أيا كان مع موازين القوى بين جار وجار. كيف يمكن لجار أن يتجاهل جاره؟ يعني خصوصا مع ارتباط غزة بالأمن القومي المصري. طيب. ليس بالحديث عن حقوق الجيرة كما تشير صلاح الأردويل في حوار مع عربي 21 قال: العلاقات بين حماس ومصر تبقى في الإطار الإنساني والاقتصادي التجاري. نحن نأمل في أن تتطور تلك العلاقات لتصبح ذات بعد سياسي، لأن شعبنا الفلسطيني في القطاع يريد المزيد من العلاقات مع القاهرة. متى تتحول العلاقات إلى لن تتحول؟ هذا الكلام اللي أنا بحكي من أول الحلقة. لن تتحول. هذا نظام أبني. تعرف هو عمل إشياء بشعة كتير. يعني استحدث فكرة العلاقة مع إسرائيل وأمريكا من نظام السادات، استحدث أحمد عز وعمر أديب وأحمد موسى رجال الأعمال الحرمية والإعلام المنافقين من نظام مبارك. لكن أسوأ شيء استحدثه هو نظام ناصر، الإقصاء والغطرسة والقوة ومنع أي تيار سياسي، أي أحد يتحدث ضد النظام بما فيهم نجيب سايرس. شوف شو عمل مع نجيب سايرس في حزبه. هذا نظام غير قابل للانفتاح لا على الداخل ولا على الخارج، وهو ليس بصدد رفع مستوى العلاقة مع حماس الى المستوى السياسي، لان هذا حدين. وفي ناس حتقول انه اذا بدنا نعمل علاقه سياسيه مع حماس اخوان، وبعدين حماس بطلت ارهابيه، ما انتم كنتوا تقولوا ارهابيه وانتم قلتوا للمحكمه ان هي قتلت النائب العام. اذا بدنا نعمل علاقه سياسيه معاها، طبعا هم لا يملكوا الحق، بس بالنهايه اسئله حتنطرح حيكونوا محرجين من ايجاد اجابه عليها. شكرا جزيلا دكتور ماجد عزام المحلل السياسي، كنت معنا في الاستوديو. نفذ على مصر. حلقتنا خلصت، اشوفكم بكره 9 بتوقيت القاهره. تصبحوا على خير.